حبايب قلب الإدارة عاملين إيه؟ أتمنى تكون بخير وبصحة وبسلام. رجالة الإدارة في كل مكان، رجالة الإدارة في محافظات مصر، أهلا بيك يا حبيب خالو في المحاضرة الثالثة. أهلا بيك يا بطل. قربنا يا بطل، قربنا يا معلم، وخلاص امتحانك على وصول، وقربنا إن إحنا ما نشوفوش بعض يعني. يلا فاضل لك معايا محاضرة، فاضل لك حاجة اسمها حل الامتحان وليلة الامتحان، وناخد أجازة طويلة بقى توحشني فيها يعني. تعال بسم الله، صلى على النبي يا استاذ غالي. النهارده هنتكلم على الوحده الثالثه، الوحده اللي هي بسميها بالنسبه لي مش كريزه المنهج، دي رخامه المنهج. خلاص، فاحنا يا استاذ غالي هنتكلم على يعتبر اكتر 4 دروس هو ممكن هيسال فيهم، وانا متوقع يعني ان الاسئله هتيجي في الناحيه دي كتيره، في ناحيه الوحده دي بالذات، وحده الزراعه والصناعه وبتاع وهكذا. تعالى يا دنيا يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عاملين لك ملخص. هتقولي لي يا مستر مكتوب ليه؟ عشان طبعا ان الكلام كتير، هيتشرح كتير، وانا هقول كتير، وبعد كده هقعد امسك المذكره هقول فيها كتير، فمش عايز اطول وقت المحاضره عليك بالكتابه، تمام؟ عشان انت طبعا يا عيني بقى وقتك قليل، وراجل بتجري على ولايه، وعندك اشغال وعندك حاجات وبتاع، وانا عارف. ايوه يا اخويا، ايوه. تعالى صلي على النبي. اول حاجه هنتكلم على حاجه اسمها الزراعه. مبدئيا كده مستر، نعم، يعني ايه زراعه؟ لا عيب قوي بقى، لا عيب قوي. يعني تسأل يعني ايه زراعة؟ زراعة هو ان انت تزرع الارض. سبحان الله. بزرع الارض، يا لا اله الا الله، ما كنتش اعرف والله يا مستر. فيقابلك سؤال، وده سؤال في اول الدرس، ودايما دايما اقول لك كده، السؤال اللي تلاقيه في اول الدرس اعرف ان هو احتمال 80% تلاقيه في الامتحان. يقول لحضرتك انخفاض، يعني قلة العاملين بالزراعة في اوروبا. بصينا على اوروبا لقينا ان العاملين فيها قليلين. انا حاسس ان انت مش شايف، فاحنا ممكن نعمله كده، تمام؟ واجيب لك الحته اللي هي هناك دي، عشان تبقى تبقى الدنيا حلوه معاك. يلا يا عم، اي خدمه يا عم، والله ما تلاقي في حته اي خدمه، عشان تعرف بس ان انت حبيبي. طيب يبقى تاني، ليه العاملين بيقلوا في اوروبا من حيث الزراعه؟ ليه يا اوروبا الناس ما بيحبوش يشتغلوا عندك في الزراعه؟ قالت لي والله يا مستر لسببين: التوسع الكبير في الاساليب العلميه في العمليه الزراعيه. مش فاهم. قالت لي يا مستر واحنا بنعمل عمليه زراعيه، واحنا بنزرع الارض، احنا بنعتمد على الاساليب العلميه. يعني تلاقينا معانا آلات، يعني تلاقي معانا عمالة اللي هم الناس بس صغيرين. مش فاهم. يعني يا مستر من الآخر احنا ما بنعتمدش على القوة البشرية، ما بنعتمدش على البشر في زراعة الأرض في أوروبا. ليه؟ عشان احنا قارة متطورة، احنا بنعتمد على كل حاجة فيها أساليب علمية. هو في مكن شغال يا باشا، بيروي الأرض، بيحصد الأرض، بيزرع الأرض. أصلا العمالة قليلة، ممكن محتاج 1 ولا 2 ولا 3 4 5 يساعدوني واقفين على المكن ده، لكن اجيب بقى عماله بال50 60 70 نفر؟ لا. فبما ان كده انا مش بحتاج العماله دي، ومش بحتاج الناس تشتغل كتير، فهم لوحدهم ما بقوش يشتغلوا في الزراعه. يبقى السبب اللي خلى الناس تقل ان هي تقبل او تروح تشتغل في الزراعه، ان احنا اصلا في اوروبا مش محتاجين مزارعين، احنا محتاجين آلات. خد اللي جاي، اتجاه العاملين بالعمل بالمهن الاخرى. يعني انا مثلا راجل، انا تخيل انا كده مثلا شغال مزارع هناك، وشغال بعمل بالميوميه في الارض الزراعيه. حلو. لقيتهم مره واحده بيعتمدوا على حاجه اسمها الآلات. بدات ان انا ماليش لازمه. طب هعمل ايه؟ هقعد في البيت؟ لا، هروح ادور على مهنه اخرى. زي ايه بقى يا مستر؟ الصناعه، التجاره، التعدين، اشوف راعي، اشوف اي حاجه غير بقى الزراعه. فده السبب. انا كده عندي سببين، ده السببين اللي خلوا الناس يقلوا في النشاط الزراعي. يبقى انخفاض العاملين بالزراعه في اوروبا، انخفاض العاملين بالزراعه في اوروبا، تقول له التوسع الكبير في الاساليب العلميه، في الاساليب العلميه، في الاساليب العلميه في العمليات الزراعيه. التوسع الكبير في الاساليب العلميه، عمليات الزراعيه، واتجاه العاملين بالمهن الاخرى. طيب عندي بقى في الزراعه بتنقسم ل4 طرق بزرع بيها الارض. بنزرع الارض ب4 طرق؟ قال لا. الطريقه الاولى، وهي الطريقه البسيطه يا مستر، اللي اي حد يزرع بيها، اللي انت ممكن تزرع بيها الارض، هو ان انت بتجيب مساحه صغيره من الارض، وبتحط البذره وبتسقيها، فالبذره تطلع تحصدها. ده اسمها زراعه بسيطه. الاقيها فين؟ يسال عليها في الامتحان. بص بقى، يسال عليها في الامتحان، يقول لك مين الزراعه اللي في مساحات صغيره؟ قول له البسيطه. مين الزراعه اللي موجوده في جنوب شرق، انا كاتب لك جيم شين، يعني جنوب شرق اسيا؟ هي البسيطه. يعني انت لو عايز تعرف الزراعه البسيطه اللي مساحتها صغيره موجوده فين في اسيا، اجري على جنوب شرقها. حلو.
طب تعال، تاني نوع من الزراعه هو الكثيفه. ايه الفرق يا مستر؟ انا بزرع الارض مره او اتنين. لا استنى بقى معلش، ممكن تقول لي تاني؟ انا بص، انا بادئ معاك من الصفر، معتبر ان انت اكنك ما سمعتش حاجه. الزراعه البسيطه دي يا استاذ الغالي، احنا دلوقتي انا معايا ارض زراعيه حلو، وحواليا 100 ساكن، وفر لهم الاكل ان انا ازرع الارض دي ونحصده. الحصاد اللي احنا حصدناه ده هيكفي ال 100 ساكن دول على مدار السنه اكلهم وشربهم. عظيم. هحتاج ازرع تاني؟ لا خلاص، ما انا كفيت ال 100. جيت بعد كده يا استاذ الغالي، لقيت ان ال 100 دول مع زياده السكان وصلنا ل 150، لقينا نفسنا ب 200. طب اعمل ايه؟ طب هنروح نجيب ارض تانية؟ لا، هي نفس الارض، هنزرعها بس هنزرعها بكثافه. يعني ايه؟ هزرع المحصول واحصده. المحصول بيكفي كام نفر؟ 100. يبقى انا احتاج ازرع كمان مره عشان اكفي ال 100 الثانيه. مش انا معايا 200 نفر والارض دي كفت لي مره 100. طب محتاجه تزرع كام مره عشان تكفي ال 200؟ مرتين. فانا اتجهت للزراعه الكثيفه اللي هي زراعه الارض اكتر من مره. تمام؟ ده طبعا عشان يا استاذي الغالي السكان زادوا. خلاص؟ طبعا انت يعني مش هيجي يقول لك ليه اتجهنا للكثيفه وليه مش قاعدين في البسيط. انا بس بفهمك عشان تبقى عارف الفرق بين دي ودي. تمام؟ اما الزراعه الواسعه من اسمها يا استاذ الغالي، كنت دايما بقولها، هي الحته دي الجزئيه دي في ثالثه اعدادي، حتى لو ليك اخ في ثالثه اعدادي ممكن يقعد يشرح لك الحته دي. الزراعه الواسعه يا استاذ الغالي هي ان انت بتزرع مساحات كبيره من الاراضي. طب انا راضي ذمتك، قول يا مستر مساحه كبيره من الاراضي، كبيره قوي. هل انا عشان ازرع الارض دي اجيب عمال؟ هبقى غبي. ليه؟ يا هياخدوا مني وقت وهياخدوا مني تكلفه. فانا اروح اجيب الات، جيب آلات زراعية تزرع بسرعة، تمشي بسرعة في الأرض. طب حلو، محتاج إيه عشان أجيب آلات؟ أكيد كوتومونوس بتاعي محتاج أجيب فلوس، رؤوس أموال. يسألك في الامتحان كده، يقول لحضرتك في الزراعة الواسعة بما تفسر نحتاج إلى رؤوس الأموال، أو تحتاج الزراعة الواسعة لرؤوس الأموال. قول له يا أستاذ الغالي لتوفير الآلات ومد طرق النقل. مستر معلش، إيه علاقة طرق النقل بالزراعة؟ ما هو يا قلبي الأرض الواسعة دي كلها أكيد أنا مش بزرعها عشان أكل السكان اللي عندي. اكيد ده مش ده هدف. اكل السكان، بس هيبقى في زياده كبيره جدا، اعمل بيهم ايه؟ هبيعهم. طب هبيعهم ازاي؟ لازم بقى يا باشا اظبط الطرق اللي في الارض عشان اللي يجي لي، التاجر اللي يجي لي، او انا ابعت حاجه بعربيه، كل ده يبقى سهل. خلاص ماشي، مش قصتنا يعني. طيب موجوده فين؟ هتلاقيني كاتب لك كده هنا ايه، اختصار صغنون. طبعا انا هسيبك هتاخد سكرين ما تقلقش. كاتب لك كاف دي كازاخستان، وبعد كده كاتب اوزبكستان طبعا عشان ايه ما كفتش معانا. بعد كده اوكرانيا روسيا. سبحان الله. تمام؟ اوكي خلاص، انا مش هقولها تاني بقى عشان بحس ان انا ايه عيل طري كده وانا بقولها. ايه رز واوس واوك وروس وروسيا وكازاخستان. ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ لو كانت كفتني كنت كتبت، بس ماشي. المختلطه نوع زراعه تاني خالص. ايه الزراعه المختلطه؟ بيقول لحضرتك والله احنا بنزرع ارض مساحتها كبيره بس كذا مره، يعني مساحه واسعه بزراعه كثيفه، عشان كده سميناها مختلطه. ايوه يعني عايز ايه يعني؟ قال لك والله في علماء بقى سموها مختلطه عشان حاجه تانية. ايه هي؟ قال لك هنا الكثيفه والبسيطه عايزين يوفروا احتياجات ايه؟ ياكلوا السكان، صح؟ الواسعه ده عايز يعمل ايه؟ عايز يبيع لبره، فغرضه تجاري. قال لك بس تعالى لي بقى، احنا المختلطه هنا غرضنا تجاري واستهلاك محلي، يعني نوفر اكل للسكان ونبقي كمان نبيعه بره. الله حلو ده، عشان كده سميتوها مختلطه يعني. قال لك طب موجوده فين؟ قال لك موجوده في المدن المليونيه. مين المدن المليونيه دي؟ المدن اللي فيها فيها سكان اعلى من 1,000,000 نسمه. 1,000,000 شخص في المدينه دي تتسمى مدينه مليونيه. خلاص، موجودين في اوروبا كلهم. خلاص يا عمنا، خلاص يا حبيب خالو. يبقى الحته دي تاني اهو، بالله عليك اقولها تاني؟ مش هقولها تاني، كده هعيد عليها تاني واحنا لما اخش المذكره، عشان لسه في اسئله هنقراها مع بعض. انا مش هحلك. بص انا واخد المراجعه السنه دي بمنطلق ان انا العيل ده انا مش هحله. هو انا داخل معاه خناقه السنه دي الصراحه بقى. ليه بقى الترم ده؟ اشمعنى مستر؟ انت الترم الاول كنت، مع ان الترم الاول كنا متقلين اكتر، بس الترم ده بقى باكد اكتر وبتك اكتر، ولو هفرمك اكتر. ليه بقى؟ مش كرها فيك والله، بس هي الفكره في ايه؟ انت الاجازات كتيره قوي الترم ده، قعدنا ناخد اجازه في اجازه في اجازه، عيد في رمضان، عزومه هنا في عزومه هنا، مش عارف ايه، نتدلع كده شويه. لا يا مستر طب معلش لا اهدى. هو فين؟ هي شغلانه. اظبط حيلك بقى يا باشا. خلاص فاضل كام؟ ده احنا فاضل لنا محاضره على ليله الامتحان. اظبط بقى يا راجل. طيب تعال، يقول لحضرتك تتنوع المحاصيل في اسيا عن اوروبا. ليه المحاصيل
بتبقى كتيره في اسيا واوروبا لا مش كتيره. قال لك يا استاذ غالي هسالك سؤال. نعم، احنا عندنا كام فصل في المناخ؟ عندنا 4. شتاء، صيف، ربيع، خريف. حلو. الدنيا لما تصيف بيبقى ليها محصول معين. حلو، بنطلع فاكهه معينه، يعني في الصيف بناكل بطيخ. حلو. اما في الشتاء بناكل مثلا تفاح. حلو، او موز. جميل. نيجي نخش في لما الدنيا تخريف يعني تبقى فيها خريف. تمام. لما الدنيا تخريف بتطلع محصول تاني، ولما الدنيا تربع بيبقى ربيع، بتعمل محصول رابع. يبقى يبقى ال4 مناخات دول تمام ليهم 4 محاصيل، صح؟ يبقى اذا اسيا عندها ال4. قال لك واوروبا عندها يعني ممكن نلاقي 2. يعني انت قصدك هنا يا استاذ الغالي ان المحاصيل بتتنوع لتنوع المناخ. يبقى اول ما يقول لحضرتك تتنوع المحاصيل قول له اسكت ما تتكلمش، انا عرفت ايه تتنوع المحاصيل في اسيا عن اوروبا؟ ده قصدك؟ هيقول لك قول له بس لتنوع الاقاليم المناخيه. لتنوع الاقاليم المناخيه مستر، يعني ايه اقليم مناخي؟ منطقه تمام في القاره فيها مناخ معين. ده بجد انا ما بهزرش والله. تمام، منطقه فيها مناخ معين، منطقه كبيره فيها مناخ معين. يعني احنا مثلا لو بصينا على سهول سيبيريا، مش سهول سيبيريا كنت دايما اقول لك برودة جو؟ اهو سهول سيبيريا دي اقليم المناخ بتاعها اسمه حاجه اسمها التندرا. التندرا ده بيتميز بالمناخ البارد. انا بس بقول لك يعني ايه الاقليم، فهمتني يا حبيب قلبي؟ طيب يبقى اولا لتنوع المحاصيل قول له لتنوع الاقاليم. خلاص يا عمنا، تعالى بقى نخش بقى على الحته اللي انا ما بحبهاش. انا كمستر عبده انا ما بحبش اشرحها، وما هتلاقي مدرس في مصر كلها بيحبها، المحاصيل. تعالى بقى. فاحنا عملنا على قدر الامكان يعني ملخص كده نحاول نبلعه لك، مش تبصمجه. لا لا لا، احنا هنعلي الليفل بقى، هنبلعه لك شويه. والله هنبلعك الملخص كده. انت فاهم؟ انت متخيل؟ اكننا بنحشره في بقك عشان تحفظه. بص بقى، انا عندي المحاصيل اللي ممكن يسال عليها اسئله بما تفسر. حلو، نجيبوها الاول. قال لك اولا، انا عايز بس اكبر بس عشان ايه الحبايبي الاعمش يشوف. تمام. بس كده اكيد شايف يا حبيب خاله. تمام. عندي محصول اسمه الرز. ماله بقى؟ يسالك سؤال يقول لك الرز الغلبان بتاعنا نسبته ضئيله، يعني ضعيفه في التجاره الدوليه. يعني احنا بنستر لقينا ان البضاعه اللي بتتشارك حوالين الدول، يعني الدول تقعد تشتري من دي ودي تشتري من دي ودي تشتري من دي، بنبص على البضاعه اللي هم بيشتروها لقينا ان الرز نسبته قليله قوي. فسالناه ليه يا رز مش بيشتروك كتير؟ قال لك عشان انا معظمي بيستهلك محليا. مش فاهم يا رز. فالرز ده رد عليا وقال لي يا مستر لو دوله ما زرعت محصول كتير من الرز فبتكفي سكانها الاول، واللي اتبقى نسبه قليله خالص ممكن تبيعه لاي دوله بره، وممكن ما تبيعهوش تقول لك لا اكفي سكاني. ليه يا رز؟ عشان انا يا مستر مفيش حد ما بياكلش رز. ده احلى الاكلات. يا سلام، ممكن رز ابيض في برام، ممكن رز في حله، وممكن رز ببصل، وممكن رز اللي هو الاصفر ده اللي بيتعامل مع السمك، ممكن رز بشعريه، ممكن نعمله رز بلبن، كتير بقى كتير. شفت انا عمال اعد ازاي؟ طب يلا عشان ما نجوعوش. فعمالين تصدق انا نفسي اكل، انا نسيت اكل. تصدق؟ ماشي يا حبيب خالو، يلا بينا بعد الحصه. يلا انت اكيد قاعد دلوقتي ماسك طبق وبتاكل وبتاع اللي هو انا باكل يا مستر. يلا لا. قال لك يا استاذ غالي ان الرز معظمه يستهلك محليا. احنا كلنا الدوله محليا بتاكله، فالباقي مش لازم تصدر بقى. رحنا جايبين الذره الشاميه. الذره اللي انت بتحشه، قال لك نسبته برضو ضئيله يعني ضعيفه برضو في التجاره الدوليه. قال لك انت يا ذره كمان نفس الحوار. طب ليه يا ذره؟ قال لا مستر عشان يستخدم في مناطق الزراعه. معظم يا مستر الناس اللي بيزرعوا ذره بيستخدموه في العلف بتاع الحيوان. تمام، ياكلوا له الحيوان واللي يتبقى ممكن الانسان ياكله، فما يقول لك احنا اولى بيه. نفس الحوار برضو. قال لك يبقى في فرق هنا في الرز. اقول له لانه يستهلك محليا. في الذره الشاميه لانها يستهلك في مناطق الزراعه. الشيلم. ايه الشيلم ده بقى يا باشا يا استاذي غالي؟ ده نبات شبه القمح. اول مره والله انا والله شغال بقالي كتير الحمد لله، اول مره ادرس نبات اسمه الشيلم. صدق بقى انا ذات نفسي مستر عبد ما كنتش اعرف هذه المعلومه. انا كنت ممكن اجمد حاجه اخش عليها للعيال واقول له عندنا حاجه اسمها الأوليام والكثافه. دي كانت في ثالثه اعدادي ونزلت لك في اولى اعدادي السنه اللي فاتت. دي كانت اصعب حاجه بالنسبه للعيال. كنت اقول له الأوليام دي شبه البطاطا والكثافه دي مش عارف شبه الايه، وخلاص هو فهمها ان شاء الله وهيحفظها. ايه بقى الشيلم ده بقى؟ قال لك نبات شبه القمح.
طب هل طالب تاني اعدادي لما يعرف هذه المعلومه هل هيعود عليه باي وجه استفاده؟ قال لك لا. طب هتنهاره ليه؟ قال لك رخامه. طيب زي برضو العادات بتاعت اوروبا ان هم في شعب انجلترا بيشربوا الشاي بعد الظهر، نفس الحوار برضو. معلومه برضو ان شاء الله لما تيجي تخيل كده انت خلفت وابنك بتقول له ايه بابا، تقول له حبيب قلبي انت تعرف انا عارف معلومه حلوه قوي تعالى اقول لك، من باب بقى ان انت بتثقف ابنك بقى. فتقعد تقول له ايه، او انت بقى تقعدي تقولي لحد من عيالك تقول له يا ابني انت عارف ان الشعب الانجليزي بيشربوا شاي بعد الظهر وعندنا نبات اسمه الشيلم شبه القمح؟ فيقول لك بس كده؟ تقول له اه. هيقول لك بابا عايز اقول لك حاجه. هتقول له ايه؟ يقول لك بابا انت تافه. شكرا. الولد لو قال لك كده ما تضربوش والله، ولا تكلمه، ما هو غلبان يا عيني. انا لو مكانه هقول لك كده برضه، فاهمني؟ فما تحاولش، ثقفه في حاجه تانية، ثقفه في الدين، علمه دينه. هتتجبرت عليه بالمعلومات اللي احنا اصلا بنديها لك بالعافيه؟ بلاش والله بلاش. ماشي يلا تعالى يا بيض. الشيلم اوعى تنساه بقى. الشيلم ماله؟ قال لك بيتعمل منه الخبز بس في ريف السهل الاوروبي. يعني ايه السهل الاوروبي؟ بص استنى بس معمول لك خط كده. الريف الاوروبي، الريف اللي في اوروبا، ولا الريف المناطق اللي فيها بيقولوا عليها يعني احنا زي عندنا هنا بيقولوا مثلا ايه الفلاحين، اللي هي مثلا المناطق اللي هي فيها مناطق زراعه. هم مش انت فهمني غلط. الريف دي مش اللي احنا بنقول عليها فلاحين اللي احنا بنشتموهم، لا. انت المفروض اصلا ما ينفعش تشتم صاحبك تقول له انت فلاح، والله ده انت اللي فلاح لما تقول له انت كده يعني. الريف دي المناطق اللي هي بيتقال عليها قرى فيها اراضي زراعيه كتير، دي اسمها الريف. حلو. فالمناطق اللي القرى اللي فيها قرى في الساحل الاوروبي العظيم او فيها مناطق زراعيه كتير في الساحل الاوروبي بيصنعوا الخبز اللي هو العيش من مين؟ الشلب. خلاص. طب تعالى بقى عشان اوروبا عامله معانا يعني شغلانه حلوه قوي. اوروبا قالت لك يا استاذ الغالي انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش بطاطا، ما عنديش منبهات، ما عنديش مطاط. استنى بس، البطاطا دي احنا عارفينها ليه؟ قالت لي لعدم ملائمة ظروف زراعته. حد بقى تاني طالب يجي يقول لي يا مستر عشان نقول له ايه؟ عشان البطاطا محصول مداري وقارة اوروبا لا يتوفر بها هذا المناخ. طب ما هي انت قلت ايه؟ قارة اوروبا لا يتوفر بها هذا المناخ، وانا قلت لك ايه؟ لعدم ملائمة ظروف زراعته، يعني ظروف زراعة البطاطا مش موجودة في اوروبا، وابقى انا كده خبطت الاجابه صح واخدت الدرجه كامله ووفرت على نفسك. طب حلو. المنبهات، مين المنبهات؟ قال لك يا استاذ الغالي الشاي، بعد كده معايا بن، بعد كده معايا كاكاو. كل دي يا استاذ الغالي المفروض حضرتك لما تشربها بتفوق. الشاي طبعا هتيجي تقول لي مثلا انا بشرب شاي ما بفوقش عشان انت مقضيها شاي طول الوقت. لكن انت مثلا لو انت مش مدمنين شاي، مش بتشرب شاي دايما، وجيت في يوم شربت شاي، في ناس يقول لك انا بسهر بالشاي، ما اعرفش انام. انا ممكن لو شربت شاي ما اعرفش انام، شربت قهوه كذلك، شربت كاكاو كذلك. فالمحاصيل المنبهات مش موجوده في اوروبا. ليه؟ قالت لي نفس الحوار برضو، لعدم ملائمه ظروف زراعته. دي منبهات عايزه مناخ مداري، وانا اوروبا ما عنديش مناخ مداري. مستر استنى، يعني مناخ مداري حار، واوروبا في منطقه اسمها معتدله شماليه، معتدله يعني ما عندهاش حر. حلو. المطاط ده اللي هي اولى الدول في تايلاند، عشان بس مش هنجيب سيرته تاني خلاص، وموجود يا استاذ الغالي عندك في اسيا. والمطاط ده بيتصنع منه الاطارات، كاوتش العربيه، اطارات السيارات، واطارات الطائرات. خلاص يا عمنا؟ حلو. تعالى بقى، ليه اوروبا ما بتزرعيش مطاط؟ قالت لي نفس الحوار يا مستر، لعدم ملائمه ظروف زراعته. 3 اسئله باجابه واحده. اي سؤال يجي لك زي ده في الامتحان قلت له لعدم ملائمه ظروف زراعته، نجم نجوم. خلاص يا عمنا؟ طيب الحمد لله على السلامه، البورد الاولى خلصت. انا مش عارف يعني طولنا فيها كده ليه، بس ماشي، عشان بس هي بتبقى ايه يعني، احنا لمينا فيها اكتر حاجه بتيجي في الدرس. حضرتك عايز تاخد سكرين تمام وتوقف تنقل، كان بها ان شاء الله. يعني استنى هصغرها لك كمان، يعني هي بس ايه، هي محتاجه ان هي استنى حبيب خالو هظبطك والله. بص تتفجع، دي بتتخض، لا السبوره بتتخض والله. بسم الله، ان شاء الله انت تكون شايف كده يعني. ماشي، خد السكرين بتاع حضرتك ويلا انقل، يلا. بعد كده بقى هنخش على البورد الثاني. اخد بالك من العداد اللي تحت 7 شد حيلك بقى كده وانشف معايا، بس كلها بص يعني خلاص هي صغنونه خالص. تعالى بقى نجيب المحاصيل والحته دي، ولا لو ما ركزتش فيها انت هتضيع بعد الشر عليك، ربنا ما يضيعك يعني، بس ان شاء الله ركز فيها بس وحات ابوك. عندنا المحاصيل، الملخص اللي احنا كنا عاملينه يا استاذ غالي. بص بقى،
في طلبه بتعرف تحفظ مثلا اولى الدول في الشاي، اولى الدول في المطاط، اولى الدول مش عارف ايه، اولى الدول في الشيلم، اولى الدول في الذره، ومش بيتلخبط. يعني المطاط ما ينفعش تلخبط فيها، تايلاند دي معروفه. حلو. تعالى بقى الباقي بقى عشان يعني بص احنا قلنا تايلاند في المطاط، عسل تايلاند دي ما بتزعلنيش ابدا طول عمرها، حتى لما اجيب سيره تايلاند لذيذه بتتحفظ سهله. غير المطاط بقى تعالى بقى بص انا كاتب لك هنا، انا هشرح لك الملخص عشان حضرتك لما تنقله، طبعا الطلبه اللي معانا على المنصه عارفه الكلام ده ومفهوم، انا هشرحه تاني. طب انا اول مره اشوفك يا مستر، ما انا هشرحه عشانك اهو، بشرحه عشانك انت اول مره. اسيا رقم 2، اسيا رقم 2 في نبات الذره، في نبات الشيلم، في البن. حلو حلو. واسيا رقم 3 في الكاكاو، اجمل واحده اسيا خلي بالك واسهل واحده. يبقى اسيا رقم 2 في ايه؟ ذره وشيلم بن. رقم 3 ايه؟ كاكاو. اي محصول غير الثلاثه دول او غير الاربعه دول يقول لك اولى القارات، قول له على طول اسيا على طول. تعالى كده نجربه ونلعب لعبه، وراجع ورايا يا عم في المذكره بتاعت الشرح او مذكره المراجعه. لو جيت سالت حضرتك اولى القارات في القمح، اسال نفسك هو القمح من دول؟ لا، اذا يبقى اسيا رقم 1 اهو. اولى القارات، اولى احنا بندور على الاولى. طيب لو جيت يا استاذ الغالي سالتك سؤال وقلت لك اولى القارات في الشيلم، اولى القارات في الايه؟ في الشيلم. ها الشيلم من دول؟ اسيا رقم 2، يبقى مش هختار اسيا. امال مين؟ هروح انا جاي لك هنا عامل لك واقول لك ان اوروبا اولى الدول في الشيلم. فهمت اللعبه؟ بص اصل هي هم قارتين، اعل بس الكلام. والله لو مش اسيا اولى يبقى مين اولى؟ اوروبا. فهو بقى ارجوك ارجوك والله سهله، ما انت بس واخدها حفظ حفظ سهله. تاني اهو. عايز اولى الدول، اولى القارات في الذره الشاميه. هل الذره هنا؟ هل الذره هنا؟ مستر بس اسيا رقم 2 وهو عايز الاولى بس، خلاص ارزع اوروبا على طول. تمام؟ ماشي يا عمنا؟ ماشي يا عمنا؟ طيب مثلا انا بديك بس عشوائيه، لو جينا قلنا اولى القارات في نبات مثلا القمح، يلا يا عم اولى القارات في القمح، يا القمح من دول؟ لا، اذا اولى القارات مين؟ اسيا. فهمت اللعبه؟ تعال اوروبا بقى، اوروبا بقى هي ايه؟ حفظ شويه. هي اولى الدول في البنجر والشيلم، احفظهم دول، احفظهم ارجوك. الباقي بقى ان شاء الله حفظته ما حفظتوش ان شاء الله عنك ما حفظته يعني ان شاء الله، بس انت تحفظ انا واثق فيك. اوروبا تاني قارات من حيث مساحه الاراضي الزراعيه، من حيث مساحه الاراضي الزراعيه، معنى كده ان مين اولى القارات؟ ما دام دي الثانيه يبقى مين؟ ما فاضلش غيرها اسيا. طيب تاني القارات من حيث الاسماك، يبقى اولى القارات من حيث الاسماك ايه؟ اهو اسيا. شفت اهو انا كاتب لك ايه؟ اي حاجه غير دول، اي حاجه غير الاربعه دول، في اي حاجه بص، محاصيل، مراعي، تدهور اراضي زراعيه، اي حاجه غير دول اسيا رقم 1. تعالى يلا. اوروبا قالت لك انا الثانيه في القمح، امال مين الاول؟ قالت لك اسيا. انا الثانيه في البطاطس، امال مين الاول؟ اسيا. انا الاولى في البنجر، اولى في الشيلم، خلاص مش محتاج. قالت لك بقى انا السادسه في مساحه المراعي، مراعي دي يعني حشائش، السبس والسافانا، امال مين الاولى؟ اسيا. السادسه في تدهور الاراضي الزراعيه، تدهور الاراضي يعني عندي اراضي متدهوره بتتعرض لمشكلات، وهنشوف المشكلات بتاعت الدرس ده في اخره. انا السادسه، امال مين الاولى؟ اسيا. يا حلاوه والله، اسهل سؤال يجي على القاره، اسيا ولا اوروبا؟ لذيذ. الدول بقى خاف عليك منها والله العظيم. الصين بس عشان ايه؟ ممكن الزرعه دي مبين مداريه يعني، هنزين بس نجيبوها كده، يا بس تعالي رايحه فين؟ عشان تبان بس، عشان الزرعه دي ما تكونش مداريه ولا حاجه. الصين يا حبيب خاله مالها بقى؟ بيقول لحضرتك ايه؟ الصين انا عملت لك ملخص صغنون قد كده، كلمه تلم النباتات اللي الصين اولى الدول فيها. ماشي. زق ده مشطشط. تاني معلش يا مستر عشان اول مره اسمع الكلام ده. زق ده مشطشط. بتهزر؟ والله ما بهزر. تعال والله. طيب الزال نبات الذره، واولى الدول في الذره الصين. جميل ده. هذا الحرف الكاف او القاف عشان انا بتلخبط ما بينهم، القمح. حلو خلي بالك انا واقع انجليزي وشويه عربي، افهم في مادتي بس. ده عيب اي مدرس خلي بالك. يعني تلاقي مدرس مثلا شاطر في مادته تلاقيه مبوظ الدنيا في ماده ثانيه والله. يعني مثلا تروح مدرس العربي تقول له انت شاطر في العربي، يقول لك جدا ده مادته. تيجي في انجليزي هتلاقيه ده مضيع. انا كذلك يعني الحمد لله شاطر في دي، بس اشرح لك تاريخ، اشرح لك جغرافيا، غير كده ما. تعالى اللي بعده يلا. قلنا زق ده مشطشط.
حلو. الدال مش عايزها، الميم مش عايزها، الاتنين شين دول شيلم. الطه الاولانيه بطاطا والطه الثانيه بطاطس. جميل كده يا معلم. طيب تعالى اللي بعد. يبقى تاني يا حبيب خالو، تاني يا حبيب خالو، قلنا الصين اولى الدول في ايه؟ في الجمله اللي احنا كاتبينها، اولى الدول في زق ده مشطشط. الزال دي ذره، قاف دي كاف دي قمح، بعد كده الدال والميم مش عايزهم، الاتنين شين نبات الشيلم، طه بطاطس طه بطاطا. خلاص هعملها. طيب نيجي بقى للهند. قالت لك بص يا مستر، انا ما اتذكرتش غير في ايه؟ الاولى الدول في الرز، انا الاولى في الرز، الاولى في القصب، الاولى ابقار وجاموس. عايز تسهل على نفسك ابقار وجاموس، افتكر ان الهند عندهم عباده اسمها هندوسيه، عباده بتحرم ذبح البقر. بيعبدوا البقر. ينفع يذبح اله بتاعه؟ لا اكيد لا اكيد لا. فعشان كده هم اولى الدول في الابقار والجاموس. ليه يا عمنا؟ يا عم بقى قلنا بقى اللي فيها. تمام. طيب واولى الدول في الرز والايه والقصب. تعال نجيب دول اوروبا. دول اوروبا بقى هم دول اللي ايه يعني فيهم لخبطه سنه، بس ان شاء الله باذن الله تبقى سهل عليك، يعني انا واثق باذن الله. تعال انا بس عايز اكبر لك البتاع عشان انت تبقى شايف. يلا يا بيض، يلا يا حلو، يلا يا جيد، يلا يا ميلا، يلا يا بيض، يلا يا هانت، ها يلا نهاره ابيض، يلا نهاره فل، ها يلا حبيب خالو اجمد كده، انا عايزك اسد. الرز في اوروبا قالت لك ايطاليا، ماشي. الذره في اوروبا اوكرانيا، جميل. الشيلم في اوروبا المانيا، عظيم. الدجاج فرنسا، عظيم. اي حاجه غير دول، اي حاجه غير دول فاولى الدول قول له روسيا، ماشي. ليه هتحفظ تاني بقى؟ معلش. يبقى احنا هنحفظ دي بنجر شيلم، هنحفظ دي الاربع نباتات دول، جميل. زق ده مشطشط دي سهله، الهندي دي سهله، هنحفظ دول. طب ممكن انا العب معاك لعبه، نقعدوا نلعبوا شويه شغل كلمات متقطعه. يلا بينا يلا بينا. الشيلم فيها ميم صح كده؟ ما دام ميم تاخد المانيا اللي فيها ميم. حلوه ايه؟ اي خدمه. ماشي يلا، يا رب يا رب استرها معانا في اللي جاي، يا رب استرها معانا في اللي جاي. الارز، عايز ايه؟ الارز اخلص. الارز فيها حرف الالف تاخد ايطاليا، ماشي، مع ان ممكن تلخبط طلبه كتير. الذره ره تاخد اوكرانيا. يا ممكن تنفع، وممكن غيرك يحفظها بطريقه عاديه جدا من غير ما يعمل الكلام ده، عادي. انا معاك في كل. بص يا حبيب خالو، دوري كمدرس اديك كذا طريقه، والمناسبه مع ده يحفظها والمناسبه مع ده يحفظها. خلاص ماشي يا معلم. طيب ادي يا عم السبوره بتاعه الدول. اتمنى من حضرتك ان انت تكون نقلتها، او يا عم هصغرها لك كمان اهو، انقلها او خدها سكرين، ودي لازم وانت بتحل الواجب تحل بيها، تبقى جنبك كده عادي، تغش منها مش عيب، غش منها مره. الثانيه انت بقى خلاص بقى حفظت، ماشي يا معلم. طيب يلا اخدنا سكرين خلاص، يلا بينا تعالى نخش في اللي بعد. اللي جاي سهل بقى. بص بورد على سؤالين. شفت ضحكنا عليك وقلنا لك 7 بوردات وكده. يلا انا هجنك والله العظيم. اسيا الاولى في الابقار. ليه يا عمنا؟ ليه اسيا عندها الاولى في الابقار وليه الهند صح هي الاولى؟ قال لك لاتساع مساحه المراعي ووفره الاعلاف. عندنا مساحات كبيره من المراعي اللي هي حشائش السافانا والستبس، فعشان كده بنلاقي ابقار كتير. وعندنا مساحات كبيره من الاعلاف، اكل كتير للابقار، فتلاقي منه كميه هناك كبيره. السعوديه وباكستان. بص الحته دي بقى بقول لك ايه، باكستان وسعوديه في المناطق الصحراويه. مين ده بقى؟ الابل. مين الابل؟ الجمال. يقول لحضرتك تلاقي الجمال باكستان وسعوديه، باكستان وسعوديه في المناطق الصحراويه. حلوه. يلا بينا تعال نخش في اللي بعد. بص جارينا اهو. دخلنا في الدرس اللي بعد. شفت يا عم؟ يلا. النشاط الصناعي. يقول لحضرتك ان النشاط الصناعي ده هو مقياس تطور الشعوب. يعني من الاخر كده يا حبيب خالو، حضرتك لو عندك صناعه فدليل ان انت راجل متطور، ما عندكش صناعه فانت راجل ما بتفهمش حاجه. من الاخر الدوله المتقدمه ده دليل ان هي عندها ايه؟ صناعه احنا يا عم دول اوروبا بنقول عليهم دول متقدمه ليه؟ صناعتهم متقدمه. طب تعالى بقى. الثوره الصناعيه الاولى انا بحبها، انا ذات نفسي مستر عبده بحبها، ويجي عليها سؤال في الامتحان يقول لحضرتك ايه؟ بص، ثوره صناعيه اولى قامت في بريطانيا. جيمس وات؟ آلة بخاريه. طب جيمس وات؟ آلة بخاريه. اللي حصل يا مستر، اللي حصل ان الراجل اللي اسمه جيمس وات ده، والراجل ده من اسكتلندا. حلو. الراجل ده اسكتلندي. عمل ايه؟
والله العظيم يا مستر راح اخترع لنا حاجه اسمها آلة بخاريه. آلة بتشتغل بالبخار، ما كناش نعرف الكلام ده. هوب مين عرفها؟ بريطانيا. ومن هنا بريطانيا بقى عندها ثوره مستر يعني ايه ثوره صناعيه؟ كلمه ثوره يا حبيب خاله يعني تغير. تغير في ايه؟ في الصناعه. بدل ما الصناعه كانت بايدينا ويدويه وبسيطه، لا يا باشا بقى عندنا آلة بخاريه، مكنه شغاله. طب حلو. فقال لك يا استاذي غالي قامت في بريطانيا جيمس وات آلة بخاريه. حلو حلو. بعد كده قال لك راحت للولايات واوروبا، ثم يا استاذ الغالي بص 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 واليابان متاخره. طب واليابان متاخره ليه يا مستر ذكرت دي؟ عشان يجي يقول لحضرتك ان اليابان اللي هي من دول اسيا، هي راحت اليابان ثم الهند والصين. ليه راحت متاخره في اليابان؟ قال لك بسبب استعمار معظم دول القاره. الاستعمار مستعمر معظم دول القاره، فيا عيني الدول اللي تم احتلالها اللي هي اليابان ودول قاره اسيا ما تعرفش ان في ثوره صناعيه في مين؟ في اوروبا، وبيتم استغلالها. فالثوره الصناعيه شغاله في اوروبا وشغاله في بريطانيا وامريكا الشماليه، ويا عيني لسه اليابان والناس دول مستعمرين مش فاهمين حاجه، على ما وصلت لهم بقى راحت متاخره. حلو. يبقى انا هحفظها كده. بص 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 بص. ثوره صناعيه اولى، ثوره صناعيه اولى قامت في بريطانيا، قامت في بريطانيا. جيمس وات آلة بخاريه. طب جيمس وات آلة بخاريه. طب واليابان متاخره. طب واليابان متاخره بسبب الايه؟ الاستعمار. الثوره الصناعيه الثانيه يا حبيب خالو، حاسب بقى، عشان الثوره الصناعيه الثانيه والثالثه بتلخبط ناس كتير. امشي بالترتيب. بعد ما هعرف الآلة البخاريه هعرف الطاقه الكهربائيه الاول. حلو. بعد ما اعرف الكهرباء بقى هبقى اطلع لك بقى يا عم التكنولوجيا. فاهم قصدي؟ هبقى اطلع لك الايه؟ التكنولوجيا والانترنت. خلاص يا عمنا ماشي. لازم احفظ كل واحده فيها ايه ده بعد اذن حضرتك يعني. بعد اذن حضرتك. طب الثوره الصناعيه الرابعه بقى، قال لك الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي. الاي اي يعني يا مستر؟ شات جي بي تي يعني يا مستر؟ قال لك ايوه هو ده. اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي كتير 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 كتير، عقلنا البشري توقف. هو مبقاش يتم الاعتماد على القوى البشريه. عمالين نشغل ذكاء اصطناعي ومعانا روبوتات، فاعتمادنا على البشر قل. راحت ظهرت ثوره صناعيه خامسه قالت لك يا باشا، يا باشا ظهرت كرد فعل على الثوره الصناعيه الرابعه. يعني ظهرت بسبب ان الرابعه طلعت. لو الرابعه ما كانش طلعت ما كانش طلع الخامسه. ليه خامسه طلعتي؟ قالت لك انا رد فعل على الرابعه. ليه؟ لان هما بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي والروبوتات بصفه عامه بطريقه رهيبه، وده يا مستر ما ينفعش كده. القوه البشريه غلط. فطلعت حاجه اسمها المفوضيه الاوروبيه، دي محكمه في اوروبا اعتمدت مصطلح الثوره الصناعيه الخامسه. ليه؟ يجيب لك السؤال ده جه في التقييمات، يقول لحضرتك اعتماد المفوضيه الاوروبيه مصطلح الثوره الصناعيه الخامسه، اقول له لتحقيق التوازن. لتحقيق التوازن بين الانسان اسف بين البيئه. حلو. وبين الانسان. بين البيئه اسف والتكنولوجيا. معلش ما هو كده البيئه كده فيها الانسان. بين التكنولوجيا ومش راضي تتكتب. خلاص يا حبيبي يبقى انت كده عرفتها. يبقى تحقيق التوازن بين البيئه والتكنولوجيا، والسؤال ده كده هنجيبه دلوقتي في المذكره. بالله عليك يا حبيب خالو الخمس ثورات مهمين. ثوره صناعيه اولى، هاتها تاني يلا. ثوره صناعيه اولى، ثوره صناعيه اولى قامت في بريطانيا، قامت في بريطانيا. جيمس وات آلة بخاريه. طب جيمس وات آلة بخاريه. خلي بالك يقول لك تم اختراع الآلة البخاريه في دوله مين؟ قول له اسكتلندا. ثم جيمس وات لما اخترع في اسكتلندا، ما هو اللي اخترعه عرفها لمين؟ لبريطانيا. حلو. الثوره الصناعيه قامت في بريطانيا عشان الاسكتلندي جيمس وات عرفها الآلة البخاريه. خلاص يا عمنا. طيب تعالى بقى حضرتك عايز تاخد سكرين؟ يلا يا عم ما تزعلش نفسك، خد يا حبيب قلبي انقل. يلا تعالى اللي بعده. 5 الاقاليم الصناعيه. الاقاليم الصناعيه طبعا على فكره احنا بنعمل ملخص الدرس، احنا لسه ما جبناش مذكره. هنقعد بقى نفصص بقى كل كلمه ان شاء الله باذن واحد احد. الاقاليم الصناعيه يا استاذ الغالي، يعني ايه الاقاليم الصناعيه؟ مساحه جغرافيه. مساحه جغرافيه يعني مساحه من الارض داخلها العديد من المناطق الصناعيه. يعني حضرتك دلوقتي مثلا عندنا احنا في مصر عندنا منطقه اسمها منطقه برج العرب، صح كده؟ عباره عن مصانع كتيره، فبنقولوا عليه اقليم صناعي. ليه؟ والله اصل دي منطقه اللي هي برج العرب دي فيها العديد من الصناعات. فاهم قصدي؟ حلو. ايه بقى المناطق اللي عندك يا اسيا في العديد من الصناعات؟ احسن الاقاليم الصناعيه قالت لي في شرق اسيا وجنوب اسيا. شرق اسيا وجنوب اسيا. شرق اسيا وجنوب اسيا، قصده هنا كده يعني مثلا على اليابان والصين والجنوب في الهند. فهمت قصدي؟ ماشي.
فين بقى؟ اهو بص، سبحان الله، دي بقى انا بحبها، فبقول لحضرتك بص، الصين اكبر قوه صناعيه، والصين اكبر قوه في الصناعه، حلو، والصين اكبر قوه، واليابان ثالثه عالميه، كوريا الجنوبيه خمسه عالميه، لازم تحفظها كده. اليابان رقم 3 عالميا في الصناعه. مين اول واحده؟ الصين. مين رقم 5؟ كوريا الجنوبيه، فاحفظها كده. والصين اكبر قوه، والصين اكبر قوه، واليابان ثالثه عالميه، كوريا الجنوبيه خمسه عالميه. حلو. اوروبا بقى، قالت لي الاقاليم الصناعيه عندي في شرق اوروبا، اهو بص كل الاتجاهات، خلي بالك يعني اوروبا دي غريبه والله. شرق اوروبا وغرب ووسط اوروبا. يا سلام، يعني انت اتبقى لك الشمال ما فيهوش؟ طب ليه ما فيهوش؟ شبه جزيره اسكندنافيه. حلوه الرابطه دي والله يا مستر، ما قلناهاش في الشرح. شبه جزيره اسكندنافيه يعني منطقه شماليه فيها بروده جو، فطبيعي مش هنعمل فيها صناعه. حلو كده. يبقى اوروبا شرق اوروبا وغرب ووسط. الجنوب هيبقى جنوب مين؟ الجنوب اللي بيطل على البحر المتوسط، مش هيعملوا صناعه. فهمتني يا عمنا؟ طيب اكتر بقى حاجتين بتيجي في الامتحان طبعا مع اللي احنا لسه هنجيبه، القوقاز. منطقه القوقاز يقول لحضرتك فيها بترول، ما النتائج؟ قول له والله بما ان فيها بترول، سبحان الله والله انا يعني بستحي ان انا اقول ان في طلبه مش عارفه تجاوب السؤال ده. منطقه فيها بترول، هصنع ايه؟ هصنع ايه يا شيخ؟ اكيد مش هروح اصنع كيماوي ولا اسمده. اكيد هصنع تكرير بترول وبتروكيماويه. يا راجل بقى، احنا مش عارفين نطلع بالكوره، احنا مش عارفين نعمل حاجه خالص، ونيجي نقول لك يا مستر مش عارف احفظ. هو انت عارف تفهم عشان تحفظ؟ يا راجل بقى، يلا بس عبود اهدى، هدي النادي. بسم الله سيكاها، بس استغفر الله العظيم يا رب. منطقه جبال الاورال، وقلت لك ان منطقه الجبال اي جبل طبيعي يبقى فيه معادن، طبيعي. فبيقول لك منطقه فيها معادن، ما النتائج؟ يا سبحان الله، عندي معادن، هصنع صناعات حربيه اللي هي فيها المعادن، وصناعات هندسيه الله فيها معادن. والله انا مش عايز احلف، بس باذن واحد احد سؤال من الاثنين دول جاي في الامتحان. يلا يا عم. القوقاز دي انا متوقعها قوي في معظم، احنا عندنا كام محافظه؟ رجالتنا اللي بيتفرجوا علينا من كام محافظه؟ الله اكبر، 27 محافظه. لازم فيها حوالي كام طالب بيتفرج علينا؟ يا عم ماشي، انا بقول لك اهو يا حبيب خالو، ايا كانت محافظتك هتخش الامتحان لازم سؤال من هذا، يا القوقاز يا جبال الاورال. خلاص يا عمنا، ما لقيتش يبقى تبوس ايدك وش وظهر. تمام. خد السكرين. مش عارف انا بدات اتعصب منك ليه كده، مع ان المفروض اخر حصص وابدا احبك يعني وتحبني، عشان احنا المفروض نقعدوا اجازه وهوحشك وكده لحد ما تخش ثالثه اعدادي المفرمه الاكبر يعني. مش عارف انا ليه بعاملك المعامله البذيئه دي. الدرس اللي بعده هو النشاط السياحي. السياحه بقى مستر جميله والله، درس لذيذ قوي حتى ملخصه صغير. النشاط السياحي يا استاذ الغالي بيقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال اهو، اوروبا في المناطق القريبه، قريبه من المناطق اللي بتصدر لها سياح. مش فاهم يعني. لقينا ان عندنا في امريكا الشماليه وشمال افريقيا وجنوب غرب اسيا، الثلاث مناطق دول من اكتر المناطق اللي بيصدروا سياح، بيبعتوا سياح لمين؟ لعمتك اوروبا. يبقى اوروبا يقول لحضرتك بص ما النتائج، او دلل اوروبا لها موقع جغرافي متميز. دلل، تقول له ايه؟ حيث هي قريبه من مناطق مصدره للسائحين، وترص المناطق: امريكا الشماليه، شمال افريقيا، جنوب غرب اسيا. حلو. مين جنوب غرب اسيا ده يا مستر؟ دول الخليج اللي هي شبه جزيره عربيه. مين شمال افريقيا؟ اللي هو احنا، مصر وليبيا وتونس الجزائر المغرب. مين امريكا الشماليه؟ عيب انا مش هتكلم، تبقاش عارف امريكا الشماليه همسكك اضربك والله. تعالى بقى، عندنا بقى دي اللي انا هقوله الجزء اللي هنا ده كده اسمه مظاهر السطح. يعني الاشكال اللي في سطح الارض بتخلي السياح يجوا لنا. يلا بينا. كنا عاملين اغنيه بنقوله بص هيمالايا وسط اسيا، والتبتي في الصين، طب جزر المالديف، جزر مرجانيه، شواطئ رمليه، ميه فيروزيه، طب ودي جزر هنديه. على واحده اشرح لك. المناطق اللي عندي في اسيا بيحبوا الناس يزوروها: جبال الهيمالايا خدناها الترم الاول، موجوده في وسط اسيا. هضبه التبت موجوده في الصين عشان اعلى هضبه الناس بيحبوا يروحوا لها. جزر المالديف وعيب ما تبقاش عارفها، ده انت النت كله مليان يجي يقول لك انا نفسي اروح اصيف في جزر المالديف. انت لا تاكل وانت عارف تروح بحر، بتروح الترعه عشان تقول لي جزر المالديف. جزر المالديف دي مش عايز اتكلم. جزر المالديف دي التذكره فيها بثمن اعضائك. يا راجل اسكت. انت تعبان يا محمد، انت تعبان. جزر المالديف
مالها بقى؟ جزر مرجانيه، فيها جزر من الشعاب المرجانيه، الله، وجزر من حاجات الوان حلوه، ماشي. وشواطئ رمليه، شواطئ رمله صافيه، مش رمله زي اللي عندنا اللي تخش تغرس فيها رجلك بنمشي بنقعد نتعرج كده عشان نمشي نروح الشط. لكن دي شواطئ رمله خفيفه. مياه فيروزيه، ميه نقيه، ميه لونها طبيعي، ميه زرقاء جدا، عادي، عاديه، غير بحر اللي عندنا. احنا البحر اللي عندنا بنيجي في الصيف بنبقى نلاقي لونه ايه؟ اصفر. ليه؟ مع ان الميه زرقاء، بيخضر ويصفر. ليه يا مستر؟ انت عرفت الحاجه الطبيعيه. انت لقيت عيل صغير قال لماما انا عايز اعمل حمام، هتقول له تعمل ايه؟ هتقول له اطلع يلا اعمل حمام بره؟ لا، تقول له مكانك يا حبيبي في الميه. حتى لما تلاقي واحد كده قاعد في الميه عامل كده، بقى سيبه يجري. ليه؟ هتلاقيه عامل كده وراح مريح بس. لو وقفت دقيقه، انا بقول لك اهو، لو وقفت دقيقه الميه هتدفى والميكروبات هتمسكك. خد بعضك واجري، قوم، عارف، عوم كلابي، واجري. ليه؟ خلاص ده بيخلص، ده بيصرف حاجته الاوليه، فما تحاولش تقعد. تمام حلو. فجزر المالديف دي مياه فيروزيه، مفيش هناك بقى الناس هناك نظيفه نظافه يعني انا مش عايز اتكلم. يا ربنا يا رب اوعد كل مشتاق. يلا يا عم. ميه فيروزيه، حلو. ودي جزر في المحيط الهندي. انا بقول لك جزر هنديه، مش معنى كده ان هي جزر في الهند، لا، هي عشان بس الاغنيه. خلاص، يبقى يلا بينا تاني. هيمالايا وسط اسيا والتبت في الصين. قول لا. هيمالايا وسط اسيا والتبت في الصين. طب جزر المالديف جزر مرجانيه، شواطئ رمليه، ميه فيروزيه. طب ودي جزر هنديه. تعال بقى نشوف مظاهر السطح اللي في اوروبا. قالت لي مستر عندي جبال شهرة سياحيه مشهوره الناس بيحبوها، الألب وبرانس. خدنا الترم الاول جبال الألب وجبال برانس. شلالات راين سويسرا، قلتها مره واثنين وثلاثه وهقولها لك. فاكر احمد السقا في فيلم افريكانو لما قال لها لو ده هيثبت لك اني، قالت له انك ايه؟ قال لها بحبك، وراح ناطط من الشلال. حلو. زيه كده بقى في سويسرا عندهم شلال الراين، ما عندهمش احمد السقا، عشان احمد السقا واحد بس، يعني هو ايه، دايما شايف نفسه ان هو ما فيش حد زيه يعني. طلع فتره قال لك انا فيزيكالي شكلا شبه خالد بن الوليد. والله العظيم انت ما تجيب صبعه. يلا، سكاي، جزيره سكاي في اسكتلندا. دي جزيره هي وجزيره كريت، جزيره اسمها سكاي وجزيره اسمها كريت، واحده في اسكتلندا والثانيه في اليونان. دول الناس بيحبوا يزوروها. طب احفظها ازاي؟ بقولها كده: عندي جبال شهرة سياحيه الألب وبارانس. طب عندي جبال شهرة سياحيه الألب وبارانس. طب شلالة راين سويسرا، سكاي في اسكتلندا وكريت في اليونان. سكاي في اسكتلندا وكريت في اليونان. الحمد لله على السلامه. الدرس يعتبر بالنسبه لي خلص. يا راجل ما تهزرش. والله في شويه اسئله بقى متفصل كده هتيجي من الدرس ده، ولذيذ، ألذ الدروس يعتبر. بس الحته دي بقى انا كاتبها لك اهي في حته لوحدها اهي، بعيده اهي في الركن الهادي اهي، عشان مهمه. اوكرانيا، ودي الحاجه الوحيده اللي يمكن غريبه. اوكرانيا اكتر واحده عندها منتزهات دي يعني مين هنا في اسكندريه؟ انا مستر. حضرتك عارف المنتزه؟ حديقه انطونيادوس، الحاجات دي اللي هي الحدائق اسمها منتزه. حلو. اوكرانيا اكتر واحده عندها. خد اللي جاي. عندنا مهرجانات اسمه ساو بورو، هي المفروض بالسه بس بتقال بالسين، ساو بورو للثلج. ده مهرجان في اليابان اسمه ساو بورو للثلج. اسمه ايه يا مستر؟ ساو بورو للثلج. طب جميل. تعالى بقى في حته في الاخيره دي، ولسه بعد كده المشكلات، لسه في بورد كمان في نشاط السياحي. اكتر قاره يجي لها عدد سائحين طبعا يا مستر اوروبا اكتر واحده، ثم اسيا. طيب اكتر دول يحب يروحوا لها الناس؟ فرنسا واسبانيا، وهنا تركيا واليابان. مش محتاجه ايرادات بقى، فلوس، ماني طبيعي يا مستر. اكتر حد بيروح له عدد سائحين يبقى اكتر واحد بيكسب، يبقى اوروبا اول واحده في الايرادات، صح. مين الدول اللي عندها؟ قال لك اسبانيا رقم 2، والمملكه المتحده، اسمها المملكه المتحده اللي هي بريطانيا اصلا، رقم 3. اما بقى في اسيا الامارات رقم 1، ودي غريبه، ثم تركيا. الامارات اكتر واحده فيها فلوس، اكتر واحده فيها فلوس. مع ان انت قلت هنا مستر تركيا مش اكتر واحده يجي لها سائحين، بس هناك الفيزيتا عاليه. يعني ايه الفيزيتا عاليه؟ المصاريف عاليه، فبيخش لها ايرادات اكتر. المشكلات، عندي مشكلات سياحيه في اسيا ومشكلات سياحيه في اوروبا. مشكلات السياحه في اسيا يا مستر ضعف البنيه التحتيه. يعني ايه؟ اهم فنادق ضعيفه،
قرى سياحيه ضعيفه، طرق مواصلات ضعيفه، دي كلها اسمها بنيه تحتيه. مين قال لك اليمن؟ كمبوديا دي يا حبيب خاله جنب جزر اندونيسيا، وافغانستان مهمه قوي، افغانستان دول عندهم ضعف بنيه تحتيه. جميل. مشكلات سياسيه يعني حروب ومفيش استقرار. العراق، لبنان، افغانستان. افغانستان عندها حاجتين، مشكلات سياسيه وضعف بنيه تحتيه، خلي بالك، عشان كده بقول لك مهمه. مشكلات اوروبا بقى ازدحام، مش هي اكتر واحده من عدد السائحين، اكتر واحده بيجي لها سائحين، فهتلاقيها مزدحمه جدا. زي مثلا المدن المزدحمه، روما دي فين يا حبيب خالو؟ ايطاليا. باريس موجوده فين؟ سبحان الله، فرنسا. برشلونه موجوده فين؟ في اسبانيا. الرجاله هي اللي عارفه المدن دي طبعا عشان بيشجعوا كوره، البنات يعني ممكن لسه صغننين في الحاجات دي ما يعرفوش فين برشلونه مثلا، ممكن في بنات بتشجع كوره عارفه. مشكلات سياسيه، قال لك حرب روسيه اوكرانيه، حرب بين الاثنين، دي مشكلات سياسيه في اوروبا. الحمد لله على السلامه يا حبيب خالو، ولكن انا ما خلصتش المحاضره. انت مفكر ايه؟ تعالى لي بقى في الPDF المتين، احنا في صفحه 15. يلا بينا، مش هسيبك تاخد نفسك. يلا هات الزراعه بقى من الاول خالص يا سلوى، من الاول، خلي بالك. اوعى، بص بقى، انا هرخم عليك ليه يا مستر؟ انا دلوقتي انا لسه في درس ما تذكرش اسمه، الدرس الاخير بتاع المنظمات. هروح انا عامل ملخص بقى هنا بقى، مذكره من الزراعه والصناعه والسياحه، وبعد كده بجيب الدرس الاخير عشان تكمل الفيديو لحد الاخر، عشان انا حاسك كده هتكروت الدنيا. حاشا لله يا مستر انا كروت، يعني بيقولوا ان انت ممكن تكروت لا قدر الله. طيب هنا من اهم المحاصيل الزيتيه، عشان ما جبناش سيرتها، المحاصيل الزيتيه يعني زيت زيتون اللي بيطلع لك زيت الشعر اللي هو شين شيروسا، شعرك شقاوه شخصيتك شيروسا، تمام؟ دي هي المحاصيل الزيتيه. زيت اسمه نخيل الزيت يزرع في قاره اسيا، واسيا الاولى عالميا في تدهور التربه الزراعيه، احنا قلناها دي خلاص، واوروبا رقم 6. ماشي يا عمنا. الثروه الحيوانيه برضو احنا جبنا سيرتها فوق خلاص. تعالى بقى المقارنه اللذيذه بتاعت حضرتك اهي، عشان برضو لو وقف معاك سؤال. المقارنه دي فيها كل حاجه عن الزراعه البسيطه والكثيفه والواسعه والمختلطه، انا قلتها هناك في الملخص، ولكن هنا بس عايزك تيجي تحفظ ايه؟ عايزك تيجي تحفظ هنا بس المكان بتاع الواسعه، كازاخستان، اوزبكستان، اوكرانيا، وروسيا. حلو. الزراعه المختلطه موجوده في روسيا، تركيا، المانيا، اوكرانيا. خلاص ماشي، حلو قوي. تعالى بقى هنا بقى عندنا المحاصيل، يعني انت هتلاقي هنا العمود هنا قمح، ارز، ذره شاميه، شيلم، هتلاقيه هنا برضو تكمله الايه؟ المقارنه. فحضرتك استاذن حضرتك بعد اذنك يعني تعالى على نفسك شويه، هتمسك المقارنات دي تقراها بما يرضي الله، ولكن انا هجيب بقى بما تفسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بما تفسر احنا شرحناه فوق، اي خدمه اهو، انا بنجز معاك اهو، مش بعيد حاجه انا قلتها. تاني سؤال بما تفسر يقول لك اسيا اخذت النصيب الاكبر من مساحه الاراضي. ليه اسيا عندها اراضي كتيره قوي؟ قالت لك يا مستر ده الف ب، اي عيل في ابتدائي يفهمها. عندي اراضي كتير عشان مساحتي كبيره بس. طب خد اللي جاي دي بقى مستر، ودي اللي زودت المساحه. رحنا جبنا منحدرات الجبال عملناها مدرجات. فاكر في الترم الاول لما كنت بقول لك فينيقيا كانوا بيجيبوا الجبل يعملوه مدرج، ينحتوه يعملوه مدرج ويزرعوا هنا؟ فاسيا عملت كده، فراح مزود لها مساحه الاراضي الزراعيه، بدل ما كانت بتزرع اراضي زراعيه بقت تزرع كمان الجبال، فبالنسبه لها كده المحصول زاد، فبالنسبه لها المساحه زادت اللي بتتزرع. خلاص حلو. يبقى مساحه الاراضي يا استاذ الغالي احنا الاول ليه؟ قال لك لتسع مساحه القاره، مساحتها كبيره، تمام؟ ممكن طالب يقول لي لكبر القاره او لاتساع مساحتها، مفيش مشكله. وتحويل مساحات من منحدرات الجبال الى ايه؟ مدرجات زراعيه. مين اللي بيعمل كده بقى؟ قال لك الصين واليابان وفلبين واندونيسيا، 4 دول بيحولوا منحدرات الجبال لمدرجات. ليه يا قلبي؟ قالت لي عشان اوفر الغذاء اللازم لاعداد كبيره من السكان. احنا عندنا بهايم يا مستر عايزه تاكل، عدد كبير لا محدود من السكان يا مستر في الصين واليابان وفلبين واندونيسيا. مش اخد بالك من الدرس الاول اللي احنا كنا بنقول اكتر دوله فيها، اكتر قاره فيها سكان هي اسيا، ودول كل دول اسيويه، فطبيعي يبقى فيها سكان كتير، فبندور على اي حاجه نكفي غذائهم. فجبنا اوروبا. يا بنت يا اوروبا، نعم انت المركز الثاني ليه في مساحه الاراضي؟ ليه اوروبا اعلى منك؟ قالت لي لا انت تسال كده، لا السؤال ما يسالش كده يا مستر، امال ايه انت تسالني ليه انا رقم 2؟ في ناس تحتيه انا ليه اتفوقت عليهم؟ سيبك من اسيا، انا ليه اتفوقت عليهم؟ عشان انا موجوده في العروض المعتدله، منطقه معتدله باستثناء منطقه شماليه، فالمنطقه المعتدله دي بزرعها كلها، وعندي تقدم علمي وتكنولوجي خلاني ازرع كتير واستغل مساحات كتير، عندي توسع في استصلاح اراضي، كلمه استصلاح يعني صلحت اراضي بايظه، بعرف اصلح الاراضي البايظه، فده خلاني رقم 2 واتفوق على اللي تحت مني. انا كنت ممكن ابقى رقم 4 رقم 5،
بس عشان انا عندي تقدم علمي وبعرف استصلح اراضي، ده خلاني مستر ان انا اعمل ايه؟ ابقى رقم 2. خلاص ده احنا شرحناه. للرؤوس للزراعه الواسعه عايزه رؤوس اموال، قالت لك عشان اعمل مد طرق واجيب الات. طيب وده شرحناه وده شرحناه وده شرحناه. تعالى بقى يصعب زراعه المحاصيل، عشان اوريك بس ان انت ايه مش لازم تحفظ. يصعب زراعه محاصيل المنبهات في القاره الاوروبيه. بص بقى دي اجابه وانا هديك اجابه تانية. لان المحاصيل، لانها مين دي؟ المنبهات. لان المنبهات محاصيل مداريه لا يمكن زراعتها في اوروبا. ليه؟ بسبب وقوع القاره ضمن المنطقه المعتدله الشماليه. حلو، دي اجابه حلوه مش مشكله، عايز تحفظها احفظها. طب احفظ الثانيه يا مستر اللي هي قول له لعدم ملائمه ظروف زراعته. اكيد انا مش هفتي واديك اجابه تديك يعني يعلم لك عليها غلط، مستحيل. خلاص طيب تعالى عايزين بس ايه نكبر البتاع عشان تشوف ان شاء الله. يعني اكيد شايف كده حبيب خالو صح؟ شوف واحد بيسعى عشان انت تشوف بس، تتعماش مني. الاهميه الاقتصاديه لمحصول المطاط. اي محصول يقول لك الاهميه الاقتصاديه بتاعته قول له بيستخدم في ايه؟ المطاط بيستخدم في ايه؟ في صناعه الاطارات. طيب اسيا الاولى عالميا في الابقار قلناها. تعالى بقى مساحه المراعي. بص بقى استنى عشان الشاشه هنا عايزه ايه تتضرب على وشها. قومي ايوه اهي اتعدلت اهي. تعالى حبيب خالو، تراجع مساحه المراعي الطبيعيه. مساحه المراعي دي اللي هي حشائش السافانا والسبس، مساحتها في قاره اسيا واوروبا بتقل. ليه اسيا واوروبا؟ رد عليها قالوا يا مستر بسبب حاجه اسمها الزحف العمراني. يعني ايه؟ نشيل مساحات المراعي ونقعد نبني بيوت. طب وتبني بيوت ليه؟ اصل السكان زادوا فعايزين يقعدوا في بيت. فكل ده بيضر مين؟ المراعي. او الرعي الجائر، تلاقي واحد معاه شويه معيز وخرفان يرميهم في الارض اللي فيها ايه؟ مراعي، فياكلوا بكثره فيدمروا لي المنطقه. خد اللي بعده، التوسع الزراعي على حساب المراعي. تلاقي ناس يروحوا شايلين مساحه المراعي. اخدناها انا، خلي بالك انا انت حاسس ان انا بقول كلام كنت بقوله في الدرس الاول. ايوه انت صح. يروحوا شايلين مساحات المراعي ويعملوا ايه؟ يزرعوها عشان يجيبوا محصول فيبيعوه يكسبوا، يوفروا لنفسهم غذاء. فكل ده قلل لنا مساحه المراعي الطبيعيه بتاعتنا. حلو، تيجي نربط بالدرس الاول. تعال يقول لحضرتك ما النتائج على التوسع على حساب المراعي الطبيعيه. ايه اللي حصل لما توسعنا على حساب المراعي؟ هيزعل مين؟ بص القلم وقع. هيزعل مين يا حبيب خالو لو انا توسعت على مساحه المراعي؟ زعل الحيوان. يبقى اسمه ايه؟ تدمير موائل طبيعيه وتهديد التنوع البيولوجي. تدمير موائل، ودي انا شرحتها وهقولها تاني. تدمير موائل يعني منطقه فيها حيوان بكثره، المنطقه دي فيها مثلا دببه، المنطقه دي فيها مثلا سناجب، وانت دمرت الاكل بتاعه، السناجب هتموت، يبقى انت دمرت حاجه اسمها موئل. حلو، تدمير موائل وتهديد تنوع بيولوجي، انت كده قللت عدد الكائنات الحيه بتاعتي. طيب المشكلات بقى اللي عندنا هجيبها لك بدلل، بس هقول السؤالين دول. قاره اسيا واوروبا بتبذل جهود كبيره عشان تنمي الزراعه والثروه الحيوانيه والسمكيه. واي؟ ليه؟ عشان احقق امن غذائي يا مستر. الزراعه بتجيب لي اكل، حيوان بيجيب لي اكل، سمك بيجيب لي اكل، عشان احقق امن غذائي وتنميه مستدامه. يعني انمي الحاجات دي لقدام والحق لنفسي الاجيال القادمه. خد اللي بعده، الدول الاسيويه بيروحوا يعملوا استزراع سمكي. السؤال ده جاي في الامتحان ان شاء الله. الدول الاسيويه ليه بيتجهوا لاستزراع سمكي؟ ليه بيعملوا مزارع؟ ليه مش بيصطادوا بس؟ قال لك عشان لما بنصطاد مش بيكفي السكان، فمحتاجين ناكل سكان تاني، نروح عاملين ايه؟ نعمل استزراع. فبسبب زياده السكان بالدول الاسيويه اتجهنا للاستزراع. ما احنا كل ما نصطاد مش بيكفي السكان بتاعنا. طيب تعالى ما النتائج. لسه انا قاعد معاك. تعرض الاراضي الزراعيه بقاره اسيا واوروبا للعديد من التغيرات المناخيه. ايه اللي حصل لما تعرضت الاراضي الزراعيه دي لتغيرات مناخيه؟ طبعا اثر عليها بالسلب على الانتاج الاراضي الزراعيه وجوده المحاصيل. ارض مش بتستحمل درجه الحراره، فمره واحده حصل تغير مناخي وبقى في عاصفه ترابيه وحراره عاليه، ده هياثر على الانتاج، ده طبيعي. تحول مساحه كبيره من الاراضي الزراعيه لاستخدامات حضريه وصناعيه. يعني ايه حضريه وصناعيه؟ يعني يشيل المراعي ويشيل الاراضي الزراعيه ويروح عامل ايه؟ يبني بيت او يبني مصنع. ده هيعمل ايه؟ هيقلل لنا تناقص مساحه الاراضي واتجاه عدد كبير من العاملين. اهو واحد كان شغال في الزراعه، شلت الارض الزراعيه وبنيت مصنع، هيعمل ايه؟ هيشتغل في اي نشاط اخر. فهمتني؟ طيب السؤال ده جميل قوي، من عندك من اولى اعدادي. يقول لحضرتك اسراب الجراد دي من ضمن المشكلات اللي في الزراعه. هجمات اسراب الجراد في اسيا واوروبا. الجراد ده ذكر وسبق وقلت لك يا بنوته، عشان دايما كان البنات هي اللي بتخاف منه. الصرصار بيطير شبهه بس على اكبر سن.
فتخيلي حضرتك يا استاذ غالي دخل عليكي 200 صرصار في المنطقه بتاعتكم وبيطيروا، هتعملي ايه؟ والله يا مستر ما اطلع من مكاني، انا اتكلفت بالبطانيه واتخبى تحت السرير. تخيلي بقى ان الاسراب الجراد دول لو دخلوا منطقه زراعيه يعملوا فيها ايه؟ يلتهموا. يبقى تاني يا حبيب خاله، تاني يا بيضه، لو اسراب الجراد دي دخلت عليك هيعمل ايه؟ هيلتهم كميات كبيره من المحاصيل الزراعيه. طب جميل. ايه اللي يحصل لو احنا عملنا زحف عمراني وعملنا رأي جائر؟ نفس السؤال اللي كان بما تفسر فوق، هيقل مساحه المراعي الطبيعيه بالايه؟ بالقارتين. تعالى دلل. دلل، انا مش هتقل عليك بقى، يعني ممكن اخده كله ان شاء الله، بس عشان اصل النشاط الزراعي ده درس تقيل، فانا لازم اتقل ايدي فيه. تتعدد المناطق، يعني في مناطق كتير فيها اراضي زراعيه في اسيا. ايه هي المناطق دي؟ مناطق ذات مناخ معتدل، مناطق سهول فيضيه للانهار وعديد من الجزر. الاجابه دي بسيطه ولذيذه. انت ما رحتش قلت له بقى نهر يانجتسي ونهر الجنج وجزر تربه خصبه الجاوه، جزر تربه خصبه اليابان، ما ارهقتش نفسك. اللي بقى تتعدد المناطق اللي فيها زراعه في اوروبا. الف ب اوروبا فيها زراعه سهل اوروبي عظيم. الف ب، وزود بقى سهول فيضيه بالانهار، مساحات كبيره من دول جنوب القاره. طيب تعال نشوف ودلل. تعال لسه، ما والله بص، حبه دلل صغنونين قد كده اهو، قد كده اهو، مش والله ما هتزعلك. ايه يحصل ايه يعني؟ هيحصل يعني لو طولت في المحاضره خليتها ساعتين 3 هيحصل حاجه؟ والله ما هيحصل حاجه يعني. والله احنا ما كملنا، اعتبر احنا ما كملناش لسه، ما دخلناش في الساعه. فاجمد لي كده وحات ابوك ما تقعدش تتدلع. سؤالين اجابتهم واحده. اسيا بتحتل مكانه كبيره في انتاج المنبهات، صح يا مستر؟ اوروبا ما جاتش خالص، اسيا هي الاول. ليه؟ طب بص اللي جاي نفس الحاجه. قاره اسيا اعلى قارات العالم انتاجا للمنبهات. نفس السؤال، اديني دليل. هو بيقول لك اديني دليل، مش بيقول لك ليه، عشان عارفك فكرت ان هو بيمتفسر. لا، اديني دليل. الاولى في الشاي، الثانيه في البن، الثالثه في الكاكاو. خلي بالك الاولى في الشاي دي مهمه. يقول لحضرتك معظم الانتاج العالمي ياتي من قاره، معظم الانتاج العالمي في الشاي ياتي من قاره، تقول له اسيا. خلي بالك خلي بالك والله الحته دي مهمه. طيب عشان انت بتحفظها كده اللي هو اولى الثانيه الثالثه وخلاص. دي بقى المشكلات بقى اهو. كان لازم اشوف كان لازم اقول السؤالات، الاسئله دي، السؤالات. ايه السؤالات دي؟ ايه اللغه اللي انت بتتكلمها دي يا مستر عبد؟ نهار ابيض، يا نهار ابيض. العيال الجديده، الاجيال اللي طالعه جديده اثرت عليك يا مستر. لا حول ولا قوه الا بالله. تواجه التربه الزراعيه شويه مشكلات. يلا، الزراعه بتواجه مشكلات ايه؟ وبعد كده هنشوف دلوقتي الثوره الصناعيه، الثروه الحيوانيه تعال نشوف السؤال ده. يا عم انت، انا بوقي جاله تلعثم من كتر الكلام. التربه الزراعيه بتواجه مشكله في ايه؟ زي الافراط في استخدام الاسمده والمبيدات الكيماويه، وده بيأثر طبعا سلبا على جوده التربه. كيماويات في التربه بيأثر عليها. التربه لو طلعت لوحدها طبيعيا انفع لنا. تعرض التربه للتلوث. تلوث زي ايه؟ حصل ثوران بركاني هيلوث التربه. مخلفات تعدينيه، يعني غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من الفحم والبترول وغاز طبيعي. مخلفات صناعيه، مصانع بترمي مخلفاتها، بتطلع بخار، بتطلع مثلا ميه وحشه من المصانع. مخلفات زراعيه وصحيه، كل ده بيدهور التربه. تعرض التربه لحاجه اسمها تعريه. مصر انا اقول كام واحده؟ اقول خد 2 بس كفايه. تعمل عمليه تعريه. يعني ايه التعريه؟ بيتشال منها الجزء الخصب بسبب الميه. يعني لو عندك غزاره امطار، الميه تفضل تنحت في الارض فتشيل الطبقه الخصبه، وكذلك الرياح، وكذلك الجليد. يا اما الزراعه الكثيفه تزرعها كتير 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 فتدهور التربه. طيب، الزياده السكانيه من اهم التحديات اللي بتواجه الزراعه. طبعا حس الزياده السكانيه اللي حصلت يا استاذ غالي ده زود الضغط على الاراضي، خلاك تزرعها اكتر من مره. اهو فاكر الزراعه الكثيفه؟ بدل ما كنت بزرعها مره زرعتها مرتين 3 عشان اكفي مين؟ احتياجات السكان. طيب يلا، المشكلات اللي في الثروه الحيوانيه والمشكلات اللي في الاسماك. المشكلات اللي في الثروه الحيوانيه يا استاذ الغالي، قال لك 1 تناقص مساحه المراعي. خلي بالك بقى، عشان انت هتقول لي يا مستر في مشكله في الحيوانات هي في الزراعه وهي في الاسماك. هنشوفه دلوقتي. تاني مشكله، انتشار الامراض الحيوانيه. الحيوانات بيجي لها حاجه اسمها حمى قلاعيه، وده اسمه السخونيه زي عندنا تيجي الحيوانات. وانفلونزا الطيور، ده برد برضه، بهزرش والله. التأثير السلبي، بص بقى، تلوث وتغير مناخ في صحة الحيوانات، وبالتالي هيأثر على الإنتاج. كذلك نفس الحوار فوق، كنا لسه بنتكلم فيه تلوث وتغير مناخ في الزراعة. يبقى الزراعة والثروة الحيوانية بيواجهوا مشكلات شبه بعض، تلوث وتغير مناخ. خد الأسماك، يقول لك صيد جائر الأسماك. فاكر يا حبيب خاله كرتون السمكة نيمو؟
لما كان الراجل الصياد بينزل بشبكه كبيره وراح جايب السمكه نيمو معاهم وقعدوا يقولوا لهم ايه؟ عوموا لتحت، عوموا لتحت، عوموا، صح كده؟ طب الصياده المصيده الكبيره دي، هل اصطادت السمكه 2 3 ولا كم كبير؟ كم كبير ده اسمه صيد جائر، صيد بشراهه بغباء. تلوث بيئي متزايد، لوث الميه. تغير مناخي، ايه ده يا مستر؟ هي نفس الحوار. يبقى انا يستاذ الغالي التغير المناخي والتلوث دي بيجي في الثلاث حاجات، في السمك، في الحيوان، في الزراعه. طيب سؤال ما العلاقه هسيبك انت يا عم تقراه عشان ما تقلش عليك، وادي عندك هنا الخريطه اهو عشان برضو وانت بتحل تبص عليها، مكتوب لك الصين اهي ومعلم لك عليها، هي اولى الدول في انتاج القمح، الثانيه عالميا في الذره والذره الشاميه، بعد كده الاولى اسيويا في انتاج الذره الشاميه والشيلي، وهكذا. فاهم قصدي؟ دي كل معلومات تبقى ايه عند حضرتك. طيب تعال نخش في اللي بعده. تعال بقى حبيبي خالو نخش الدرس اللي بعده وهو الثوره الصناعيه. بس لازم بقى ايه، بص الصفحه دي هبدا من هنا، مش عايز منها حاجه. هاجي هنا بقى عايز هنا بقى عشان بس الناس اللي مش عارفه رقم الصفحه، رقم 19. حلو. عندي حاجه اسمها صناعات استخراجيه، العمود اللي على اليمين احنا شغالين فيه حبيب خالو. صناعات استخراجيه يعني انا بستخرجها يا اما من الارض يا اما من الخشب يا اما من اي حته. حلو. صناعه زي الصناعه التعدينيه، المعادن اللي بطلعها من الارض اسمها صناعه تعدينيه، نشاط تعديني. واستخراج البترول والغاز الطبيعي كل ده اسمه صناعه تعدينيه. بص بحفظها كده للطلبه بتوعي. بص تعدينيه سين سعوديه روسياوي اوكرانيا. طب روسياوي اوكرانيا اهي تاني. تعدينيه سين سعوديه، تعدينيه سين سعوديه، روسياوي اوكرانيا. طب روسياوي اوكرانيا، خلي بالك دايما روسيا واوكرانيا في اوروبا هم دول اللي بيخشوا في اي حاجه، بس يعني مش على طول، ما تاخدهاش على طول، ماشي. طب الصناعه الخشبيه، الخشب صناعه بص خشبيه سين ماليزيا المانيا وسويد. طب خشبيه سين ماليزيا المانيا وسويد. صناعه عصر الزيوت شين شيروسا شعرك شخصيتك شقاوه شعرك شخصيتك شياكه شين شياكه شين شخصيتك شين شيروسا. قارة آسيا تحتل المركز الأول في إنتاج عصر الزيوت زي إندونيسيا وماليزيا والصين. أوروبا المركز الثاني كالعادة. صناعة تحويلية بقى، عشان بس في ناس بتتلخبط يقول يا مستر إزاي الصناعة التحويلية؟ أنت فوق لسه قايل فوق لسه قايل صناعة تعدينية دي استخراجية، وجيت هنا بتقول لي تحويلية صناعة معدنية، إيه الفرق؟ أقول لك أنا يا حبيب خالو صلي على النبي. انا دلوقتي جبت القلم ده من اهو انا حفرت الارض ده جبت القلم ده، يبقى انا عملت صناعه ايه؟ تعدينيه، نشاط تعديني. طيب رحت انا بعد ما طلعت القلم ده اللي هو المعدن ده، رحت مصنع منه بص صنعت منه حديد وصلب. كده انا عملت ايه؟ جبت المعدن صنعت منه، ده اسمه صناعه معدنيه. الحاجه اللي طلعت اللي هي الحديد والصلب دي عباره عن صناعه ايه؟ من معدن، فسميناها صناعه معدنيه. انا عملت ايه؟ حولت الماده الخام لشيء مصنوع. لكن الصناعه الاستخراجيه انا بس طلعت المعدن بس ما عملتش حاجه تاني. خلاص؟ طيب فالصناعه التحويليه زي الصناعات الكيماويه، حاجه اللي بتحط فيها مواد كيميائيه، يعني مثلا انت تجيب رمله تحط فيها مواد كيميائيه تطلع لك ازاز، ده ما بهزرش والله. الرمله البيضاء بيتحط عليها شويه مواد كيميائيه بتطلع زجاج، ماشي؟ طيب فدي اسمها صناعه كيماويه. صناعات بتروكيماويه ودي جايه من البترول. وصناعه المطاط، طلع الماده البيضاء اللي في الشجره الاستوائيه. خلي بالك المطاط نبات بيجي من اشجار استوائيه عشان لو ما قلناهاش. المطاط يطلع منه ماده بيضاء، ناخد الماده البيضاء نحط عليها مواد كيميائيه هوب تطلع لي المطاط بتاعي. يعني المطاط اصله كان سائل. حلو. صناعه معدنيه زي مثلا الحديد صلب الومنيوم. الالومنيوم ده حبيب خاله اصلا بيجي من معدن من ماده خام اسمها بوكسايت. انا بطلع البوكسايت من باطن الارض كده تعدينيه، رحت واخد البوكسايت محوله لالومنيوم كده معدنيه. فهمتني؟ طيب بيجي بقى موجود عندك في الصين واليابان والمانيا وفرنسا. صناعه تحويليه خفيفه زي الغذاء، صناعات غذائيه كلها خفيفه. غزل ونسيج، اللبس اللي انت لابسه خفيف. ملابس او لا هي غزل ونسيج ماشي. صناعه زجاج جلود. صناعه سجاد ان شاء الله تفرشي بيه بيتك كده تبقي عروشه يا اختي يا كاميلا بيضه كبرت. طيب طبعا احنا قلنا الحته دي الاقاليم الصناعيه قلناها. بعد كده عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد تعريف الثوره الصناعيه مهم قوي عشان ما جبناش سيرته. انا تعمدت ان انا اجيبه لك من هنا عشان يبقى الولا مركز معايا في ان احنا بنقوله التعريفات اللي هنا. احنا قلنا الاقليم الصناعي خلاص، سبت لك ده بقى. ايه هو؟ كلمه ثوره حبيب خاله يعني تغير، وهنا تغير في الصناعه يعني تحولات علميه وتكنولوجيه. اتحولت من ايه بقى؟ بص، من طريقه الصناعه اللي هي فيها اسلوب بدائي وحرفي اللي هو بتعمل صناعه بدائيه وبسيطه،
الى اسلوب تكنولوجي متطور في الصناعه. طب حلو. فاكر مثال لما كنت بقول لك في الحصه، لو مستر عبده بيعمل المذكرات اللي في ايدك دي بايده هو وبيكتبها، ياخد وقت قد ايه؟ وقت كبير جدا. ده على ما يطلع 100 مذكره ده احنا هنموت، ده يكون الترم خلص. طب لو مستر عبده راح لمطبعه واداها المذكرات دي وطبعتها، يا سلام، هتطلع له ال 100 200 مذكره في ظرف يومين 3. صح كده؟ حلو. ايه اللي حصل؟ ده اسمه زاد سرعه الانتاج ومضاعفه كميته. اهو لما تحولت علميا وتكنولوجيا في طرق الصناعه من الاسلوب البدائي للاسلوب التكنولوجي المتطور، زاد الانتاج. فهمتني يا حبيب خالو؟ فهمتني يا بيضه؟ انا التعريفات ما بحفظهاش، انا التعريفات بفهمها. الثوره الصناعيه الاولى طبعا قلت لك بسبب المحرك البخاري، ثوره صناعيه طاقه كهربائيه، ثوره صناعيه ثالثه الكترونيات تكنولوجيا، ثوره صناعيه رابعه ذكاء اصطناعي وروبوتات، ثوره صناعيه خامسه ظهرت كمصطلح، واكتب لي هنا، اكتب لي هنا في الحته الفاضيه دي، بص كرد فعل على الثوره الصناعيه الرابعه. الثوره الصناعيه الرابعه. خلاص يا عمنا؟ طيب تعالى بقى نجيب بما تفسر عشان هنا شويه شغل عالي قوي. طبعا قلت لك انتقال الثوره الصناعيه الى الدول الاسيويه متاخر، قول له بسبب استعمار الذي احتل معظم الدول. اهو اعتماد المفوضيه الاوروبيه مصطلح الثوره الصناعيه الخامسه. ليه؟ عايزه تحقق توازن بين تكنولوجيا وبيئه او تكنولوجيا وانسان، وتحافظ على استهلاكك للطاقه. مستر ايه علاقه الطاقه بالذكاء الاصطناعي؟ اي ذكاء اصطناعي وروبوتات لازم يحرق يا غاز طبيعي يا بترول. تعرف ان انت شات جي بي تي لما اخش تساله في حاجه هو متوصل بسيرفرات، والسيرفرات دي بتحرق ايه عشان ترد عليك؟ كهرباء، والكهرباء دي بتتجاب منين؟ من غاز طبيعي، فانت بتستهلك طاقه. فهمتني؟ فالمفوضيه الاوروبيه اعتمدت مصطلح الثوره الخامسه عشان تحقق توازن بين الانسان وتكنولوجيا، نعتمد عليك ونعتمد على التكنولوجيا الاثنين مع بعض، ونحافظ على استهلاك الطاقه لتحقيق تنميه مستدامه. يعني ايه تنميه مستدامه؟ عشان نحافظ على الطاقه اللي قدام الاجيال اللي بعد كده. هو مفيش غيرك عايش في الارض؟ لا، في غيرك في بعد كده. طيب الحته دي جميله، اي لايك ات. في الجون السؤال ده. تشتهر منطقه اللورين، منطقه اسمها اللورين شمال شرق فرنسا، بصناعه الحديد والصلب. سبحان الله، امنت بيك يا رب. عندي صناعه ايه؟ حديد وصلب. معنى كده ان انا عندي خامات الحديد. الله، يا سلام. موضوع سهل يا حبيب خالو، انت بس اللي عمال تحفظ. لتوافر خامات الحديد اللازمه لصناعه الحديد والصلب اللي انت قلت عليه. ادي دي اجابه. عايز تجاوب كمان قول له في رواسب ضخمه زي املاح وبوتاسيوم، وده يصنع لي ايه؟ الصناعات الكيماويه. يلا يا عم، مش هو قال لي صناعات كيماويه؟ انا جاوبت كده على الحديد بس، فكان لازم اجاوب على الاثنين. مستر لو قلت واحده ماشي، بس انا بحبك تقول كله. منطقه اسمها دونيتسك. ايه يا مستر؟ دونيتسك. طب احنا بنقولها ايه؟ دونيستيك على طول يا باشا، ما تزعلش نفسك. منطقه اسمها دونيستيك في اوكرانيا. مالها؟ فيها حديد وصلب، فيها قطارات، آلات زراعيه، صناعات حربيه. دي بقى مش هنفتي بقى، هنقول له ايه؟ بص، فيها مناجم حديد، الله، وحقول الفحم. يا سلام يا حلو، حقل فحم ده يعني منجم فحم كده صغير. وفيها مصادر متنوعه للطاقه الكهربائيه المتجدده وغير متجدده. فكل ده خلاني اصنع حديد واعمل مصانع قطارات والات زراعيه وهكذا. الحكومه ليه؟ الحكومه اللي في اسيا واوروبا ليه بتعمل شويه حاجات تنمويه كده في مجال الصناعه؟ خير اللهم اجعله خير، عشان تحقق حاجه اسمها تنميه مستدامه، تعمل صناعه لقدام. طب تعال، عندي حاجه اسمها التجاره، عشان ما جبت سيرتها في الملخص. التجاره، في فرق بين التجاره العاديه والتجاره حاجه ثانيه؟ قال لك في تجاره اسمها تجاره الخدمات التجاريه. يعني ايه؟ تخش تلاقي موقع بيقدم لك خدمه، دي اسمها، او مثلا موقع يخليك تاخد تاشيره تسافر بيها بدل ما تروح فين؟ الحكومه، تروح مثلا مؤسسه حكوميه، لا ممكن تجيبها من على الموقع. دي اسمها خدمه تجاريه. حلو. بيقول لحضرتك اهميه التجاره الخدميه، او اصبحت تجاره الخدمات التجاريه ضروريه للدول المتقدمه. ده بيساعد في ايه؟ انا بدل ما اروح للحكومه واعمله من البيت، ده هيساعد على تحسين الناتج المحلي، هيزود دخل للبلد طبعا اسرع، تمام، وتحقيق نمو اقتصادي. انا بدل ما اروح، انا دلوقتي واحد عايز اخد تاشيره في الامارات، لازم اروح الامارات واخد تاشيره. طب انا معايا من على الموقع، ادخل لها دخل وانا قاعد في بيتنا وهم ما عملوش حاجه. طيب ما النتائج؟ دي قلناها فوق، دي قلنا دي سهله، دي سهله، دي برضو قلنا دي عكس ما تفسر، اللي هو منطقه اللورين لو فيها رواسب ضخمه يحصل ايه؟ فيها صناعات كيماويه. منطقه القوقاز وجبال الاورال، ايوه، يبقى انا كده عندي 4 مناطق بيسال فيهم: لورين ودونستيك، قوقاز، جبال اورال. القوقاز ايه اللي حصل لما فيها؟ بص بيقول لك غنى، يعني فيها بكثره
غنى القوقاز بالبترول بالنسبه للصناعه، هيعمل صناعه ايه؟ سبحانه، تكرير بترول، صناعات بتروكيماويه. غنى منطقه جبال الاورال بالموارد المعدنيه، فيها معادن كتير، هيحصل ايه يا مستر؟ هيحصل صناعات هندسيه وحربيه والكترونيه. لسه قايل، استنى احنا لسه في حته على اليمين ما جبناش، اوعى تخلع مني ولا. دلل انتقلت الثوره الصناعيه الاولى بين عده دول. تقول له يا استاذي غالي، حيث انتقلت اولا هي بدات في بريطانيا، ثم انتقلت للدول الاوروبيه، ثم انتقلت للولايات، ثم بدات في اسيا باليابان، متاخره بسبب استعمار معظم دول القاره. دي اجابه غير الاجابه اللي موجوده، الاثنين صح. تعد الصناعه محرك اساسي لتحقيق التنميه. الصناعه بتعمل ايه؟ هتزود دخل قومي، تدعم نشاط الاقتصاد، تكافح التغير المناخي. يا سلام، والله عادي، بتوفر فرص عمل، بتطور تكنولوجيا. حلوه دي. هنا الثلاث اسئله دول مهمين الصراحه. بقيت دليل ده مهم، انا مش هقدر اسيبه، يعني مش هقدر اقول لك دي سهله واسيبها لك انت، انا ما اضمنكش. يقول لحضرتك ايه؟ تعالى، بعض الدول الاسيويه بتعمل مجهودات في اطار الصناعه. يلا قول لي اسيا عملت ايه؟ قالت لك السعوديه عملت مشروع اسمه النيوم للهيدروجين الاخضر، وقلت لك اي حاجه فيها الوان اخضر ازرق او اي حاجه ده بيحاول يعمل طاقه نظيفه. حلو، ادي السعوديه. الصين بقى، الصين يا استاذي غالي عندها اكبر مركز لتصنيع السيارات الكهربائيه. عارف عربيه تسلا؟ الصين احسن واحده وعندها مركز رئيسي لتصنيع السيارات الكهربائيه. الدول الاوروبيه بقى عملت ايه؟ قال لك المانيا. مالها يا عمنا؟ قال لك المانيا يا استاذي الغالي راحت عملت ايه؟ قالت لك انا عندي اسلوب عشان احقق التحول الاخضر. ما دام حاجه فيها لون يبقى انا بعمل ايه؟ طاقه نظيفه، حيث قامت بالانتقال للطاقه المتجدده وقللت الانبعاثات الكربونيه. ده طبعا هيقلل من الايه؟ التغيرات المناخيه. بص بقى، السؤالين اللي جاي دول في الجزء بتاع التجاره. يقول لحضرتك تعددت صادرات قاره اسيا واوروبا من السلع. يعني صادرات بنبعت كتير، اسيا واوروبا بيبعتوا سلع كتير. يلا بينا، اديني دليل. اديك دليل يعني، مش هقول لك ليه. ايوه يا عم اديني دليل. عندك يا استاذ الغالي صناعات غذائيه، تحويليه، منسوجات حديد وصلب وبترول وسيارات، منتجات معدنيه. احفظ كم واحده يا عم؟ 1 2 3 4 بس كفايه، مش هزعلك يعني. تنوعت الخدمات التجاريه الدوليه. حيث تنوعت يا استاذ الغالي، كان عندنا خدمه اسمها خدمه التوصيل الرقمي، وخدمات الاتصالات والحاسبات الآلية والمعلومات وخدمات السفر والنقل. يعني الكلام ده كله، بص يعني مثلا اديك مثال على كل واحد. التوصيل الرقمي دي اللي هو مثلا ممكن انت بتطلب حاجه من طلبات مثلا، وفي حاجات اكتر. يعني التوصيل الرقمي دي مش بس التوصيل اللي هو مش عشان توصيل، لا، حاجات اعلى. اتصالات وحاسبات اللي هو انت تتواصل مع حد بتاخد خدمه منه عن طريق النت. خدمات السفر والنقل اللي انت بتاخد تاشيره في بلد تانية عن طريق الموقع، وهكذا. طيب السؤال ده ما له علاقه برضه، عشان بس الصراحه حاسه كده. يقول لك ايه اللي حصل لما ما العلاقه من اختراع المحرك البخاري والصناعه في العالم؟ قول له يا سيدي غالي، ادى اختراع العالم الاسكتلندي جيمس وات المحرك البخاري الى ظهور الثوره الصناعيه في مين؟ في بريطانيا. ثم انتقلت بقى، يلا كمل بقى، الى بقيه العالم، مما ساعد على حدوث تحولات علميه. وقول التعريف بتاع الثوره الصناعيه. طيب ادي يا عم الدرس، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلص. كاتب لك برضو الدول هنا اللي اتذكرت في الدرس ده، الصين، وعامل لك رقم عليها. محتاج من حضرتك تبص وانت بتحل الخرائط، تبص على الدوله مكانها فين. ما تجيش تقول لي هبقى اظبطها ليله الامتحان، لا حرام عليك، احنا مش عايزين نضيع الخريطه دي درجاتها صغيره فما لهاش لازمه. خلاص. طيب فتعالى بقى نخش على الدرس الثالث. السياحه صغير فانا مش هضغط عليك فيه، مش قوي الصراحه، ما اضمنش. ماشي. طيب هنا في الحته اللي هي الموف دي، اللي هي البنات بيقولوا على ده المفروض اسمه موف او بامبي، ما اعرفش، يقولوا عليه كشمير. ده وتعرف يا حبيب خالو بالنسبه للرجاله، شفت اللون اللي انا لابسه ده؟ لو انا سالت ولد دلوقتي الرجاله يقولوا لي ايه؟ مستر ده مثلا احمر، ده ليفل وقع في الارض. ليفل اعلى شويه يقول لي مستر ده نبيتي، درجات الاحمر ده ليفل تمام. البنات يقول لك ايه بقى؟ اخترعوا لها، والله دي حاجه جديده، اصل انا عندي اختين بنت، برجندي. ايه برجندي؟ يا ستي ما تقولي نبيتي، يا ستي الله يرضى عنك ما تقولي حاجه عاديه احنا عارفينها. ما تبطلوا بقى يا جدعان يا جدعان انا خايف على عيالي لما تيجي خايف يقولوا لي حاجات غريبه، انا خايف من الوضع ده. ما تطوروش اول موضوع يا جماعه، ولما الدنيا تبقى متطوره عرفوني، انا خالو حبيبكم. ماشي؟ ده انتوا اخس عليكم. تعالى بقى المهرجانات قلت لك زي ساوبورو للثلج في اليابان، ده مهم قوي. تمام؟ تعالى بقى ناخد امثله المواقع الاثريه. بص، هو انا اقول لك المواقع الاثريه
وهكلمك عنها، يعني هكلمك عنها شفهي كده، هي سهله. المواقع الاثريه في اسيا مدينه اسمها البتراء. مدينه البتراء ده في الاردن. مدينه البتراء دي في ايه؟ في الاردن. مالها بقى؟ عباره عن نص اتنحت جوه الجبل ونص اتبنى. حلو. فيها مزيج من الحضاره الشرقيه والحضاره الغربيه. حضاره شرقيه، مباني شرقيه بفكر وهندسه يونانيه. حلو. مدينه القدس القديمه دي سياحه دينيه. ليه انت هتروح القدس ليه؟ تروح مسجد اقصى، قبه الصخره، المسجد الاقصى، هتروح حائط البراق، دي سياحه دينيه. طب حلو. عندي محميات دب باندا سيشوان. يا مستر دب باندا سيشوان، فين كرتون بتاع الدب اللي هو كونغ فو باندا؟ كونغ فو باندا اكيد عارفه. انا نفسي اعرف، فيه اتفاجئت ان في طلبه يقول لك مثلا ما اتفرجتش على الكرتون ده. امال كنتوا بتعيشوا حياتكم ازاي يا جماعه؟ يعني انتوا مثلا في ناس برضو يجي يقول لك اصل ما كنتش اعرف ايه هو كرتون الخرفان البيض اللي هو الشوند شيب. انتوا في ايه؟ هي الطفوله بتاعتكم غريبه كده ليه يا جدعان؟ دب باندا سيشوان، مين ده؟ قال لك الدب الابيض اللي هو ابيض في اسود. حلو. المحميه دي موجوده فين؟ في الصين. بيتعرض لخطر اسمه خطر الانقراض، ده دب باندا سيشوان. ماشي. حلو. المحميه دي فيها ثروه نباتيه بس رقم 2 بعد الغابات المداريه. يعني الغابات المداريه رقم 1 في النباتات، الدب باندا سيشوان بقى المحميه بتاعته رقم 2. ماشي. قاره اوروبا، مدينه اسمها البندقيه او البندقيه، موجوده فين؟ في ايطاليا. دي عباره عن فوق ارخبيل من الجزر. يعني ايه؟ فوق مجموعه كبيره من الجزر، فاكنك عايم على الميه. ماشي. حديقه فانتا كوكل، يا الهي فانتا كوكل، بصمجناها كده حته صغيره. قلت لكم بص يا ابني، حرف الف ده حرف، الالف حرف، تعالى عد الحروف بتاعتها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قول له دول 10 براكين، عباره عن 10 براكين، 8 منهم و2 8 ساكن و2 حي ومشتعل. دي عباره عن براكين يا استاذ الغالي، اللي هي حديقه فانتا كوكل. المساكن المعلقه حول جبال الألب موجوده فين يا مستر؟ في اوروبا. خلاص يا عمنا، تعالى بقى هناخد التفاصيل بتاعتهم واحده واحده كده، لو يعني ايه الاسئله بتاعتهم جت ان شاء الله يعني. طيب، بما تفسر، اوعى تقفل، اوعى تعالى. جميل ده. بما تفسر يا حبيبي. خلوا احنا في صفحه كام بس عشان الناس اللي تاهت مننا؟ 22. ها ماشي. اول سؤال يقول لحضرتك: تعد قاره اوروبا من اكثر القارات جذبا للسياح. ليه؟ اي قاره يقول لك جذبا للسياح، اذكر العوامل الطبيعيه والبشريه بتاعه السياحه. بجد مثلا من غير التفاصيل. قول له حيث بسبب موقعها الجغرافي، وجود مظاهر السطح، مناخ معتدل، وجود بنيه تحتيه قويه، يلا اللي بعده. ممكن اقول مستر تسهيلات اقامه، يلا بينا. تنوع ثقافي، تطور بنيه تحتيه، هي جميل. كثره مواقع اثريه، والله من غير ما اقول تفاصيل. ده الكلام ده على اسيا اوروبا. طيب السؤال ده قلناه فوق؟ لا ما قلناهوش. وفود السائحين الى منطقه شرق اسيا. ليه الناس بيروحوا شرق اسيا وسواحل بلاد الشام؟ ليه؟ مش اخد بالك ان المناطق دي على الساحل؟ فاذا اعتدال مناخها وكثره المناطق الجاذبه للسياح هناك. ماشي. تعد الحياه النباتيه والحيوانيه في قاره اوروبا مصدر جذب للسكان. والله يا استاذي غالي، عشان دي بتساهم في عمليه استمتاع السياح. اهو السؤال بيقول لك ايه؟ لانها من المقومات الطبيعيه تساعد على جذب السياح للاستمتاع بجمال الطبيعه. ليه عملنا قوانين؟ عشان نحمي المحميات. حلو السؤال ده، جميل. قلت لك سؤال مهم قوي، مهم قوي. قلناه في المحاضره الشرح، قلت لك كتير 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 السؤال ده كتير. مره حلو، مره يقبرني عيونه. تمام. ليه عملنا قوانين؟ قول له لتحقيق السياحه البيئيه المستدامه. لتحقيق السياحه البيئيه المستدامه. سهوله تحرك السائحين من مكان لاخر. السياح بيتحرك بسهوله، ده دليل ان البنيه التحتيه اللي هي طرق المواصلات متطوره. قول له يا سيدي غالي، لان البنيه التحتيه في معظم اوروبا تتسم بانها حديثه متطوره. تمام. البتراء مالها بقى؟ من اشهر المواقع. تقول له عشان هي كانت مأهوله بالسكان في فترات ما قبل التاريخ، وتذكر بقى الحلاوه بتاعتها. هي منقسمه الى نصفين. بجد والله اشرح. هي منقسمه الى نصفين، نصف تم تشييده والنصف تم حفره داخل الجبل، وتختلط بها التأثير، وهي عباره عن مزيج تقاليد شرقيه قديمه مع هندسه يونانيه. طب ماشي. مدينه البتراء اهميتها بالنسبه للسياحه. تقول اللي جواها: لان بها مسجد قبه الصخره، وكنيسه القيامه، وحائط البراق. ماشي. مدينه البندقيه، مالها؟ اقول له يا سيدي بص، تحس ان في درس السياحه ده سلس لذيذ عسل. هي عباره عن مدينه تاسست فوق ارخبيل من الجزر. كم ارخبيل؟ مش عايز تقولهم براحتك، عايز تقولهم 118 جزيره.
وتعد المدينه باكملها تحفه هندسيه. حلو قوي، ماشي. تعالى يا عمنا، خلاص انا قربت اخلص. الشهرة السياحية للمساكن المعلقة حول جبال الألب عشان فيها بقايا مستوطنات. يعني ايه مستوطنات؟ مناطق اتسكنت من زمان قبل عصور ما قبل التاريخ، قبل ما نعرف التاريخ بتاعنا، تمام؟ وهذه المساكن بنيت على ضفاف البحيرات والأنهار. ماشي. طيب ما النتائج؟ انا مش هتقل عليك عشان بس اخش الدرس اللي بعده عشان عارفك فرهطت، بس بقى مش انا حاسس ان انت ما فرهطتش، اصل انت قاعد بتتفرج، انا اللي تعبت وانا اللي واقف، فعادي. تعالى على نفسك شويه. خلاص. ايه اللي حصل لما معظم قاره اوروبا وقعت ضمن الاقاليم المناخيه المعتدله؟ هيحصل ايه؟ منطقه معتدله هيجي لها عدد كبير من السياح، مجيء اعداد كبيره من السائحين معظم ايام السنه. طب ايه اللي حصل لما يبقى عندك شبكه نقل متطوره لسه حالنا فوق؟ هيؤدي الى سهوله تحرك السائحين وبالتالي تنشيط السياحه وزياده العائدات. وجود مواقع اثريه عالميه كثيره في اوروبا ده خلاها، قول له، ادى الى احتلالها المركز الاول من حيث عدد المواقع الاثريه، واحتلالها المركز الاول بين قارات العالم من حيث عدد السائحين، والاعلى في عائدات السياح. كثرة الرحلات، خلي بالك بقى، ممكن يا استاذ غالي السياحه تاثر عليها بالسلب. كثرة الرحلات السياحيه وزياده عدد السائحين في اوروبا ليها اثار سلبيه حصل بيترتب عليها ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونيه. عندي كربون كتير. ليه؟ السياح دول لما يجوا هيستهلكوا ايه؟ مواصلات، والمواصلات دي بتحرق ثاني اكسيد الكربون فيطلع ثاني اكسيد الكربون. سهله. 2. ازدحام شديد في مدن سياحيه زي اللي لسه قايلين علينا اللي هي بتاعت برشلونه وروما وباريس. تمام. تدهور الموارد الطبيعيه. طبعا السياح لما بيجوا بيضغطوا على المنتزهات، بيضغطوا على الحدائق، بيضغطوا على اي حاجه منتجع سياحي وهكذا. حدوث ثوران بركانيه اسفل الجليد اللي موجود في جزيره ايسلندا. خلي بالك بقى، احنا هنا جوه في منتزه فانتاكوكل. ماله بقى؟ عنده ثورانات بركانيه في جزيره ايسلندا. ايه اللي يحصل؟ بص بقى، هما الثورانات البركانيه دي مغطيه بالجليد، فلما البركان يحرك الجليد يعمل ايه؟ هينهار. طب لما ينهار على جوانب الانهار هيعمل ايه؟ هيزود المياه في النهر فهيؤدي لفيضان. فهمتني؟ يبقى انهيار الجليد، الثوران البركاني هينهار الجليد مما يؤدي لحدوث فيضان. خد اللي بعدها، ظهور سهول رمليه واوديه فريده من نوعها. هتلاقي بقى عندك يا استاذ غالي وادي بقى اتملى بالميه، يعني الميه نحتت منطقه وبعد كده بقى الميه مشت فساب لي وادي جاف، او ممكن تلاقي وادي مليان ميه. فاهم؟ طيب تطبيق نظام التاشيره الالكترونيه. حلو قوي السؤال ده. كان التاشيره الالكترونيه دي موجوده فين؟ عند الامارات وتركيا. تقول له ترتب عليها تسهيل اجراءات الرحلات السياحيه زي الامارات وتركيا. طيب معلش دلل برضه، برضه الصراحه ما اقدرش. لا تتوقف اهميه السياحه على الترفيه والاستجمام، حيث هي يا استاذ الغالي بتسهم في عده مجالات: تبادل الثقافات وزياده المعرفه. مش بس انت راح تستجم، انت تعرف الشعوب اللي قدامك. طيب تعالى، انا عايز بس اجيب لك المهم برضه بتاع درس السياحه ده عشان اخش على الدرس اللي بعده، عشان هنفصصه بقى الصراحه عشان ما عملنالوش ملخص. هنا تعال، مظاهر السطح تنوعها قلناها. انت هتقول كل مظاهر السطح اللي في اسيا. اوروبا هتقول برضو المظاهر السطح اللي عندها. المواقع الاثريه هتقول المواقع الاثريه اللي في اوروبا. عندك مدرج الكوليسيوم عشان ما جبناش سيرته. مدرج الكوليسيوم ماله ده مستر؟ اكبر مدرج روماني في ايطاليا. برج ايفل في باريس. قصر الحمراء في اسبانيا. كل دي مواقع اثريه في اوروبا. ممكن يا مستر اقول جبال الألب المعلقه وفانتاكوكل ومدينه البندقيه؟ عادي جدا، او البندقيه عادي، ما دي موقع اثري. اسيا عندها مواقع اثريه، سور الصين العظيم، قصر تاج محل بالهند، مدينه القدس، مدينه البتراء. ممكن اقول يا مستر محميه دب باندا سيشوان؟ عادي جدا، مفيش مشكله. طيب تعالى بقى يا استاذ غالي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نخش على الدرس الاخير وقربنا نخلص خلاص يا حبيب خالو، انا عارف انت تعبت. الدرس الاخير بيتكلم عن حاجه اسمها المنظمات. بص يا حبيب خالو، في فرق بين منظمه اقليميه ومنظمه دوليه. المقارنه اللي هنا دي انا عايزها، ماشي؟ يعني ايه منظمه اقليميه ومنظمه دوليه؟ بص يا حبيب خالو، صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو انا جبت مصر وجبت ليبيا وتونس والجزائر ونيجر وكل دول دول افريقيا وعملنا منظمه، يتقال علينا منظمه اقليميه. ليه؟ عشان احنا من قاره واحده. طب انا رحت جبت بريطانيا واسبانيا مع مصر وبنغال ومش عارف الهند المنظمه دي هل بيجمعنا حاجه؟ لا، احنا مختلفين فنقول عليها منظمه دوليه. حلو. فعندي منظمه اقليميه يا استاذ الغالي، مجلس اسمه التعاون. بص مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
دول الخليج موجود فين؟ بحفظ المقر وبحفظ اكبر دوله من المساحه واصغر دوله من المساحه في المجلس ده. مقره في الرياض بالسعوديه، والسعوديه دي اكبر واحده في المساحه. طب مستر مين اصغر واحده؟ اصغر واحده في المساحه البحرين، اوعى تنساها. حلو. اهدافه، خد هدفين مش هصعب عليك. اهدافه عايز يعمل تكامل بين الدول الاعضاء. خلي بالك كلمه تكامل بين الدول الاعضاء دي في اهداف اي منظمه. حلو. تكامل بين الدول الاعضاء، تعميق الروابط بين الشعوب بس. طب الاتحاد الاوروبي قال لك مقره ما ذكرش. طب حلو، عايز ايه بقى؟ الاتحاد الاوروبي ده فيه شويه اسئله كريزه والله، فدي اللي هروح لها. طب في منظمه اسمها رابطه دول جنوب شرق اسيا، يعني عند جزر اندونيسيا بيسموها اسيان. مقرها في بانكوك في تايلاند. تايلاند كده اتذكرت مره اهي كمان اهي. بانكوك في تايلاند. حلو. تعالى بقى، لان هنا انا عندي شويه اسئله تحفه التحفه والله، تحفه التحفه. هنا تكمله المقارنه بتاعتك، هات بقى قلبي ما تفسر. اول سؤال في الدرس مرجح يبقى اول سؤال في الامتحان عند حضرتك، صح كده؟ بص بقى، اهميه انشاء المنظمات الاقليميه والاتحادات الدوليه. هل ليها لازمه المنظمه والاتحاد والكلام ده كله؟ قال لك طبعا. المنظمه دي بتعزز مصالح مشتركه، بتزود المصالح المشتركه بين الدول اللي في المجلس، وتعمل تنميه وسلام. كلنا هنحب بعض ومعانا منظمه وبتاع وكلنا في اتحاد واحد، فمش هنزعلوا بعض. وضع رؤيه افضل لمستقبل الاجيال القادمه. هنجتمع كلنا في منظمه ونفكر الاجيال القادمه نقدر نفيدهم ازاي. طب حلو بقى. بص بقى، الاتحاد الاوروبي عليه شويه اسئله، 3 اسئله ورا بعض، واحد منهم في الامتحان ايا كانت محافظتك يا ولا يا حبيب خير. بص، 1، حصول الاتحاد الاوروبي على جائزه نوبل للسلام. ليه الاتحاد الاوروبي اخذ جائزه نوبل للسلام؟ قول له تقديرا لمجهوده في تعزيز السلام والديمقراطيه وحقوق الانسان. يا سلام. يا جدع انت ما تعرفش، ده بيساهم في بعثات عسكريه في المناطق اللي فيها ازمه زي فلسطين وفي كده بقى. متهيألي بالنسبه لهم فلسطين دي ما يعرفوهاش. تمام؟ حلو. الاتحاد الاوروبي عمل استراتيجيه للطفل. ليه؟ عشان يضمن وصول للاطفال المحتاجين، يضمن لهم يوصل لهم تعليم ورعايه صحيه وتغذيه ومسكن وغيرها. عشان كده حط خطه واستراتيجيه للطفل. خد اللي بعده. استخدم شعار اسمه متحدون في التنوع. على فكره في سؤال كمان جاي متوقع ان هو في الامتحان. متحدون في التنوع. ليه؟ والله يا مستر اصل احنا بنأكد قيمه ان الاتحاد ده متنوع. دول مختلفه بس متحدين يا استاذ الغالي. احنا مختلفين في الثقافه واللغه بس احنا متحدين، عاملين اتحاد. طيب هنا السؤال ده اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال ده حلو قوي. اهميه توقيع مصر اتفاقيه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي. راحت عملت اتفاقيه اسمها شراكه معاهم. عايزه ايه؟ تخفيض رسوم جمركيه. لما اشتري منك بضاعه ما تدفعنيش عليها ضرائب كتير. مين بيتكلم؟ مصر بيتكلم الاتحاد الاوروبي. انشاء منطقه تجاره حره. عايزه تعمل ايه؟ ازاله قيود جمركيه. عملت مع دول جنوب شرق اسيا اللي هي مين؟ اسيان. عايزه تشيل القيود الجمركيه اللي بيني وبينك اللي هي ايه؟ ضرائب برضه. مصر ده سؤال عسل، السؤالين اللي تحت بعض والله يا ابني في الجون. عملنا معاهده اسمها الصداقه مع رابطه اسيان. رابطه اسيان دول اللي هم دول جنوب شرق اسيا، احسن ناس يعملوا مزارع سمكيه. فروحنا عشان نحسن الجوده الانتاجيه في المجال الصناعيه. ايوه اللي مشهوره عندهم اللي هي خاصه مجال الاستزراع السمكي. ممكن اختصر؟ حاضر. قولوا لتحسين الجوده الانتاجيه في مجال الاستزراع السمكي. خلاص يا عمنا؟ حلو. طيب شيل دي معلش. لا، ما النتائج؟ صح، ما النتائج؟ هو سؤال واحد جميل قوي. ايه اللي حصل لما الاتحاد الاوروبي اصدر عمله اوروبيه موحده اللي هي مين؟ اليورو. اصدر اليورو، قال لك دي عمله اوروبيه، الاتحاد الاوروبي كله يشتغل بالعمله دي. ده هيعمل ايه؟ هيسهل، بدل ما تبقى انت عملتك مختلفه عن عملتي هيحقق وحده اقتصاديه بين دول الاعضاء. هيبقى سهل قوي اشتري منك، ما هديك يورو وانت تديني يورو، بدل ما اديك عملتي وتديني عملتك واروح افكها واجيب ابدلها بعملتي وانت كذلك. لا، هي عمله واحده فهيعمل وحده اقتصاديه. دلل مجلس التعاون لدول الخليج حاول يعمل امن وامان. ازاي؟ ان هو كافح الارهاب. بس كده؟ والله. طيب درس اسئلته صغيره وسهله فما تافورهاش، ما تقوليش يلا مستر انا سامعك. مجلس الدول التعاون لدول الخليج عمل مجهودات في التنميه الاجتماعيه. اهتم بحقوق الطفل. والله حاول يقضي على كافه اشكال العنف ضد الطفل والتحول للاقتصاد الاخضر عشان يقلل الاعتماد على الوقود الحفري فما يضرش المجتمع.
مصر عززت العلاقه مع دول مجلس التعاون الخليجي. حاضر. على مستوى السياسي والامني، بص بقى، هي اسئله بيه متفسر الصراحه هي اللي يعني هي المهمه، ده اللي انا بس بشرحه لك، وان شاء الله ما يجيش منه حاجه، بس انا هشرحه لك لعل وعسى اجي منه يبقى احنا قلناه. على المستوى السياسي والامني عملنا مذكره اسمها مذكره تفاهم، نتشاور سياسيا، تعرفني سياستك واعرفك سياستي، والحلو فينا ياخده من التاني. تمام. على المستوى الاقتصادي تدفقات استثماريه من الخليج كل شويه يستثمر عندنا. ماشي. عملنا تعاون مشترك مع الاتحاد الاوروبي. حلو. احنا شاركنا في رئاسه منتدى اسمه مكافحه الارهاب، وتعاوننا عشان نكافح الجريمه، زي مثلا اللي هو ايه، المهاجرين غير شرعيين، تهريبهم، السرقه، مش عارف ايه، دي اسمها جريمه. حلو. دول رابطه اسيان تعمل على نشر السلام وحل النزاع بطريقه سلميه، اعلنت ان هي ملتزمه ان المنطقه دي كلها ما فيهاش سلاح نووي. ايه؟ الدول بتاعت منظمه اسيان كلها ما عندهاش سلاح نووي؟ قال لك ده عشان بس نبين لكم ان احنا الناس بتوع سلام. ماشي. في علاقات جيده بيننا وبينهم؟ قال لك زادت الصادرات والواردات بيننا وبينهم، وعملنا معاهده الصداقه. مهمه قوي دي، الحته دي جميله قوي. بص بقى، احنا اتعلمنا منهم استزراع سمكي صح من شويه، اللي هم رابطه مين؟ اسيان. هم بقى هياخدوا قصادها في ايه؟ هنعمل معاهم معاهده اسمها صداقه. حلو. الطلاب الوافدين من عندهم يخشوا يدرسوا في الازهر الشريف، عشان هناك كلهم معظمهم دول اسلاميه. عايز اقول لك ان اندونيسيا من ضمن الدول اللي في اسيا، ودي اكتر دوله في العالم فيها مسلمين. فهيعوزوا يتعلموا في الازهر الشريف، فتعالوا عندنا وبس اتعلمونا ايه قصاد كده، اتعلمونا الاستزراع السمكي. لو في طلاب عايزه تخش الازهر خشوا براحتكم، وهنتعلم منكم انتوا يا دول ايه الاسيان دول، تعلموني الاستزراع السمكي. خلاص يا عمنا، بارك الله فيما رزق، بارك عليكما وجمع بينكما في خير. تعال الخريطه هذه عشان بس ابقى انا وريتك كل حاجه. هنا يا باشا الدول اللي بالاصفر دي هي اللي في دول الايه، المجلس دول الخليج. اللي بالابيض دي مين؟ اليمن خارج. خلي بالك بقى الخريطه دي لازم تشرح، معلش اعذريني يوم زفافك ما قدرتش اشرح زيهم. تعال هنا دي اليمن خارج الاتحاد، دي السعوديه فيها الرياض، والرياض دي مقر مين؟ الاتحاد. والسعوديه دي اكبر واحده في المساحه. مين اصغر؟ البحرين، نقطه صغيره كده جنب قطر والامارات وسلطنه عمان. حلو. ده بحر احمر، انا بقوله عشان بس الناس ما تعرفش. ده خليج عدن، ده مضيق باب المندب. ماشي. ده بحر العربي، ده خليج عمان، ده مضيق هرمز اللي عاملين عليه مشكله دلوقتي موجوده، وده الخليج العربي. صح الكلام؟ تعالى هات الخريطه اللي بعدها. خلي بالك بقى. يلا بينا. مين ده؟ قال لك يا استاذي الغالي هذا الرجل المحترم. الخريطه خلي بالك عشان انا في حاجه افتكرتها دلوقتي هطلع اجيبها من الدرس ده، فما تقفلش. الخريطه هذه المحترمه محتاج حضرتك انت تعرف ان اندونيسيا اللي بالاخضر، اكيد المذكره قدامك باينه اكتر من الشاشه. في حته بالموف اللي هو بيقولوا البامبي اللي هو كشمير عند البنات، بيقولوا عليه دي كشمير، دي ماليزيا. حلو. دي جزر الفلبين، دي فيتنام، عشان فيتنام دي انت المفروض اتذكرت عندك في الحرف، في الحرف والشغلانات بتاعت الدرس الثاني في المنهج. كمبوديا اللي فيها مشكلات بتاعت السياحه. تايلاند اللي فيها المطاط. شفت بقى؟ يبقى الخريطه دي مهمه، هتعرفك دول لدروس تانية. محتاج بس اقول لك معلومه صغيره بس عشان برضو يمكن احنا ما جبناش سيرتها خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا الاتحاد الاوروبي يا استاذ الغالي اهو، جميله هي دي. 27 دوله بعد خروج بريطانيا، ويعيش فيه من اكتر من نص مليار، سيبك منها، مختلفين في اللغه والثقافه. هل بريطانيا وفرنسا نفس اللغه؟ لا. هل المانيا وانجلترا نفس اللغه؟ لا. هل المانيا والسويد نفس اللغه؟ اذا يبقى احنا كلنا مختلفين في اللغه والايه والثقافه. ده في الاتحاد الاوروبي. ماشي. طيب في رابطه اسيان فيها هنا حته مهمه قوي. هنا هي يا حبيب خالو، بص المعلومات اللي هنا مهمه اللي بالاصفر دي، اكيد انا سايبها لك لحباب عينيك. تتبادل الدول اعضاء الرابطه رئاسه الرابطه لمده عام. يعني السنه دي تايلاند تحكم الرابطه، السنه اللي بعدها اندونيسيا، السنه اللي بعدها فيتنام، السنه اللي بعدها فلبين، وهكذا. ده اسمه ايه؟ تداول الرئاسه لمده عام. خلاص يا عمنا كده، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. احنا قلنا كل كبيره وصغيره في الوحده دي. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا ويجعله فايده ليك يا حبيب خالو. شد حيلك يا بطل، انا عارف ان انت تعبت، ولكن خلاص فاضل واحده صغيره، درسين صغيرين هتشد فيهم وتخش باذن واحد احد تحل معايا شويه محافظات صغيره، والامتحان يجي، وبعد كده ترتاح بقى الاجازه الطويله بتاعتك. ماشي يا معلم؟ قول ورايا: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوف وشك على خير. اخوك وحبيبك عبد مسعد. سلام.